بتتبعت في اليو ار ال، وده ما بيبقاش افضل حاجه، لانها بتتحفظ مثلا عندك في الهيستوري. لو في لوجز بتبان في اللوجز، فده ما بيبقاش افضل بتبقى طريقه ساعات لحمايه حتى ممكن تطلع بيها بثغرات، فمتبقاش بالظبط not اه. safe أو not secure. بالظبط اه، لو هتلعب في حته الكويريز مثلا والبارامترز. كمان مظبوط، زي الفل. بس دي الميثود ده تقريبا. طيب زي الفل، احنا كده قلنا الطرق اللي احنا بنبعت بيها الداتا. طيب تاني حاجة، حد يعرف ايه هو البروكسي؟ انا بديكوا بس مقدمة دلوقتي عن الكلام اللي احنا عايزين نتكلم عنه او الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهارده. ماشي، ايه هو البروكسي؟ اتفضل يا يوسف، اتفضل يا محمد، وراه هسمعكم انتوا الاثنين. احمد بيقول وسيط. هو انترميديت ما بين الكلاينت والسيرفر. ماشي مظبوط. بنعمل فيه ايه بقى؟ هو في نوعين، الفورورد والريفرس. اللي احنا بنستخدمه في الفيرب اللي هو الفورورد ده، مم. بنستخدمه عشان نوقف الريكوست مثلا من الكلاينت ونعدل فيه نبعته مم. للسيرفر. هكذا هناك الريفرس. الريفرس بروكسي زي الانجن اكس او الاباتشي، وده بيستخدم اوكي عشان نأمن شويه اسمه ايه ده، الموقع. مظبوط. يعني ممكن نقول البروكسي ده وسيط، يعتبر وسيط بين البي سي. ماشي، ممكن نقول ده البي سي مثلا. اوكي، وده ال البروكسي او البيرب سويت مثلا، يعني اللي احنا هنستخدمه النهارده ان شاء الله كبروكسي هنستخدم البيرب سويت. وتالت حاجه عندنا اللي هو السيرفر. اوكي، بنعمل ايه بقى؟ مثلا احنا هنا اليوزر اللي هو البي سي اللي بيشتغل مع البي سي بتاعه بيبعت مثلا ريكوست. الريكوست ده بيروح للسيرفر بتاع البروكسي. البروكسي دهوت بيبعت للسيرفر الريكوست اللي احنا باعتينه. اوكي، بعدها السيرفر بياخد الريكوست دهوت يعمل له انالايز ويشوف هو عايز ايه بالظبط، بعدين يبعت له الريسبونس او الاجابه بتاعته. ماشي، وبعدها البروكسي يقوم باعت للبي سي برضه الريسبونس اللي السيرفر بعته. ماشي. طيب طيب حلو قوي. احنا ليه بقى؟ ماشي اتفضل يا جليتشي. لا لا عادي، كنت هقول الاجابه عادي، كمل زي ما انت كمل. ماشي، هو كان في محمد كان عايز يقول حاجه برضه، سمعناهوش. طب هو فتح المايك وقفله تاني. بتتكلم عليا ولا بتتكلم على حد تاني؟ مش فاهم. لا محمد اه اوكي. كنت بقول ان انا كنت هقول اللي بيقوله. ماشي، انت متفق معايا في الكلام خلاص. اوكي ماشي، نرجع للي كنا بنتكلم عليه. مم. ماشي. كنا بنقول ايه بقى؟ احنا ليه ممكن نستخدم بروكسي؟ عايز حد يجاوب برضه. يعني ليه مثلا ما نبعتش من البي سي للسيرفر على طول؟ ليه بنستخدم بروكسي او بروكسي سويت؟ اتفضل يا جليتشي. لكذا حاجه يعني، تمام. اولا يعني لكذا شيء، بس اهم شيء فيهم ان انت كيوزر مع البراوزر ما بيبقاش عندك التولز او الكنترول انك تغير في اي ريكوست طالع. يعني انت اللي بيحصل بالظبط. في الباك جراوند في البراوزر، انت مالكش اي تحكم عليه. انت الريكوستات رايحه جايه وانت قاعد مش عارف ايه اللي بيحصل اساسا. فالفكره من البروكسي، بالظبط. انت كانك جبت زي مربع في النص كده ما بينك وما بين السيرفر، والمربع ده انت تقدر توقف الزمن فيه. فاهم؟ هو الريكوست طلع من عندك يخش المربع يقف، بس تبدا بقى تعدل فيه زي ما انت عايز، تغير الميثود، تغير في الريكوست نفسه، تغير نقدر في نعمل البادي، تغير انترسبت، في اي صح شيء. كده؟ بالظبط اه، تقدر تغير في كذا حاجه. تمام. مظبوط. جميل. تقريبا بس مثلا ثغرات زي السيكوال والاكس اس والايدول وكل الكلام ده ما تقعد بتقدرش تعملها تبص من على غير اصلا ما الريكوست يكون معاك. والريسبونسز. بالظبط، بتبص على ايه. الريكوست والريسبونسز عندنا، بتبص على الحاجات اللي احنا بعتناها من عندنا، الريكوست والريسبونسز، نبص عليها نشوف ايه الثغرات اللي احنا درسناها، نبص عليها في البيرب سويت مثلا أو في البروكسي بتاعنا، نعمل لها انترسبت، نوقفها على الريكوست اللي احنا عايزينه بالظبط، ونشوف لو فيها ثغرة او نعمل لها اناليسيز لغاية ما نطلع اللي احنا عايزينه منها. ماشي، عشان كده بنستخدم حاجة زي البروكسي. اوكي. طيب. طيب جميل. مثلا دلوقتي نبدأ في أول ثغرة عندنا اللي هي الأوثنتيكيشن. أوكي، نفتح اللاب. على ما اللاب يحمل برضو، عايز حد يقول لي عندنا مثلا إيه كلوجن بيج. لوجن بيج فتحتيه.
عندنا ايه في اللوجن بيج؟ قدامك ايه؟ ماشي قدامك يوزر نيم وباسورد، تو فيلدز تثبت فيهم. تو فيلدز بالظبط كده. ماشي. انا لو معاك مثلا او انت معاك الاكونت بتاعك عادي مثلا ياسر، او عندنا مثلا في اللاب بتاعنا مدينا اللي هو مش مدينا credentials، مش مشكله، نعتبر الكريدنشلز بتاعتنا مثلا ياسر وتست. ماشي اوكي. لو انا عملت لوجن دلوقتي هيقول لي مفيش يوزر كده، او مفيش حد اصلا متسجل بهذا الاسم، او مفيش الفاليد يوزر نيم. اوكي. لكن لو انا قلت لك مثلا دلوقتي ان في واحد مثلا متسجل على الداتابيز بتاع الصفحه ديت او الويب سايت اسمه فعلا وينر. اوكي. لكن انت مش معاك الباسورد بتاعه، هتعمل لي ايه؟ وانا مديك مثلا في الحوار الباسورد ده انا مديك مثلا الليست دي فيها كميه باسوردات مثلا 5 مليون باسورد، هتعمل ايه؟ هل هتقعد تمسك؟ برود فورس. ماشي ماشي من الاول هل هتقعد تمسك كل باسورد هوديها على البيب باسورد؟ سويت. ايوه انا فاهم، هتوديها على البيب سويت، بس الاول هل هتقعد تمسك باسورد بايدك؟ مستحيل طبعا. فانت يا اما هتقول له البروت فورس اول حاجه، البروت فورس اللي بنتكلم عليه، يا اما هتستخدمها ككود سكريبت، تكتب كود يعمل لك ينفذ لك اوتوميشن للاستهلاكيه يقعد يجرب بيها واحده واحده، يا اما هتحطه على البروكسي بتاعنا اللي هو البيرب سويت، والبيرب سويت يشتغل لك بنفسه يعمل لك اوتوميشن لعمليه اللوجن دهيت. اوكي ماشي زي الفل. تاني حاجه ماشي، هو هنا زي ما قلت لك مديك يوزر نيمز، لستة يوزر نيمز، ومديك لستة باسوردز. ماشي. فاحنا اول حاجه هناخد الصفحه بتاعتنا هنحطها في اوبن البراوزر عشان نفتح، عشان يعمل له انترسبت او نوقفه بالبروكسي بتاعنا. ماشي. فهنعمل لها، هنفتح البراوزر بتاعنا، ناخد مثلا نكتب ايا كان مثلا ياسر، نكتب هنا تيست. ماشي. نوقف نعمل انترسبت اون عشان نوقف الريكوست، نعمل لوجن اهو الريكوست بتاعنا اهو. ماشي. عندك اهو ياسر وعندك تيست. ماشي. ده شكل الريكوست عامه اللي احنا باعتينه دلوقتي حالا في اللوجن بيج بتاعتنا. ماشي. ودي الكريدنشلز بتاعتنا. ماشي. احنا زي ما عارفين من شويه لسه شايفين دلوقتي حالا اللي هو ياسر، اكونت ياسر والباسورد بتاعته تيست اصلا مش موجوده على الداتابيس بتاعه، فمهما عملت بعت الريكوست ده مليون مره مش هيعمل لوجن. اوكي. فاحنا زي ما قلنا احنا عندنا الليست اللي هنعمل بيها بروت فورس. اوكي. هناخد الليست ديت، نفتح البروت سويت، نبعتها على الانترودر. المفروض كلكم عارفين الانترودر دلوقتي بعد ما باشمهندس ياسين شرحه واللي كنت تذاكروه برضو. لكن الانترودر ده هو برضو زي ما هقول لكم تاني، الانترودر بيعمل لك اوتوميشن لعمليه السندك ريكويست. اوكي. فاول حاجه هنعملها عشان نظبط الحوار ده، هنعمل مثلا هنخلي ياسر دهوت هنخليه فاريبل. اوكي. هندوس عليه على اد كده، ياسر بقى عباره عن فاريبل متغير بمعنى ايه؟ انك لو حطيت له لسته ده هي دلوقتي اللي احنا لسه واخدينها من على الموقع او الموقع لسه بتاعنا، حطينا له لسته دلوقتي في البيلود بتاع ياسر. اوكي. وحطينا خلينا برضو الباسورد بتاعتنا عباره عن فاريبل. اوكي. وخلينا دلوقتي المفروض انتوا عارفين دلوقتي الفرق بين الاربعه دول. اوكي. السنايبر اتاك بيخلي لك فاريبل واحد بس عباره عن يعني يخلي لك بارامتر واحد بس عباره عن فاريبل اللي هو ياسر. اوكي. والبيتش فورك بتخلي لك مثلا هقول لك هنا بيتش فورك بيخلي لك مثلا بيبدا اول واحد مع اول واحد. ماشي. تاني واحد ثانيه، تاني واحد مع تاني واحد. اوكي. دي البيتش فورك. الكلاستر بومب بيخلي لك اول واحد مع تاني واحد. ماشي. بعدها يجرب مثلا يجرب ايه، يجرب اول واحد مع تالت واحد
او المفروض يعني اول واحد مع اول واحد، بعدها اول واحد مع تاني واحد، بعدها اول واحد مع تالت واحد. بيجرب كل الاحتمالات لغايه لغايه ما يخلص كل الاستات. ماشي. اوكي، نمسح بقى اللي احنا كتبناه هنا في الريكوست عشان ما يزعلش ايرور. ماشي. فاحنا هنا هنستخدم ابسط حاجه اللي هي الكلاستر بومب، اللي انت بتجرب كل الاحتمالات لحد ما يطلع لك الاحتمال الصحيح بين اليوزر نيم والباسورد. اوكي. فاحنا هنا خدنا زي ما عملنا في الاول، خدنا ده البارامتر ده خلينا فاريبل. اوكي، خلينا فاريبل، وبعدين عملناها كلاستر بومب. ماشي، وحطينا الليست بتاعتنا. بعدها هنرجع ورا، هناخد الليست بتاعت الباسوردز اللي هم مديها لي برضو في الموقع، ناخدها كوبي، نحطها عندنا في البارامتر التاني اللي هو تيست. اوكي، نعملها بيست كده. انت عملت بيست للليست بتاعت الباسورد بتاعتك. ماشي. فهو هنا هيجرب لستة اليوزر نيمز مع في البارامتر بتاع ياسر، ولستة الباسوردز في البارامتر بتاع الباسورد. اوكي. بعدها هنعمل ايه؟ بكل بساطة هنعمل ستارت اتاك. ماشي. اهو هو دلوقتي تحت اهو قاعد بيجرب كل الاحتمالات اللي عندنا. يعني احنا مدينه تقريبا لستة فيها 100 باسورد تقريبا، او 100 حاجة يعني في كل لستة، فهو بيجرب كل الاحتمالات. ماشي، نستنى. عندنا هنا مبدئيا نعرف منين اصلا ان الريسبونس فيه صح. عايز حد يرد عليا. نعرف منين ان احنا قدرنا نعمل لوجن؟ بالريسبونس كودز. قصدك الستاتس كود صح؟ الستيتس قصدي، الستيتس كود قصدي المفروض. ماشي. طب هديك سؤال. افترض كل الستاتس كود طلعت 200 حتى الصح، هتعمل ايه؟ كل ستيتس كود طلعت 200. تقريبا في كود معين في ال 200، مش اي 200 وخلاص تقريبا. لا، انا بقول لك افترض كل الريسبونسز طلعت 200 كلها ثابته، مفيش اي حاجه اتغيرت. هتعمل ايه بقى هتعرف مين الصح؟ مين الريسبونس اللي رجالك صح، او اللي عرفت تعمل بيه لوجن صح يعني. عندك ايه تاني ممكن تعرف بيه؟ تقريبا ممكن اللينس اللينس. بتاعه متغير، اللي هو مختلف شوية. اللينث، ممكن اللينث برضه. لينس مختلف. طيب يعني عندنا دلوقتي عايزين عشان نعرف الريسبونس الصح رايت ريسبونس. ماشي، ممكن نقول بالستاتس كود صح كده، ممكن نقول باللينث. ماشي. طب عايزين حاجة أشمل شوية أو حاجة جنرال عن شويتين على اللي احنا بنقوله ده، ممكن تبقى ايه؟ رأيكم كده؟ ممكن اجاوب انا يا باشمهندس؟ اتفضل يا باشمهندس. آه خلينا نسيب لهم فرصة. تبذلهم يعني. حاجة بالبديهة يا جماعة، والله تتقبل فهلوة. حاجة، أنا بقول لك حاجة أكتر حاجة جنرال ممكن تيجي على بالك. انا كنت عمال اتكلم والبتاع مش شغال. ممكن نستخدم الجينيريك اللي هو بيبقى فيه جينيريك ايرور مثلا، اللي هو مثلا فاليد يوزر لو اتغير فاستخدم عليها كليب مثلا. ماشي، أنت كده بتتكلم صح بس أنت مش عارف توصل. هو ماشي، أنت يعني عايز لا، تقول هو يعني انا فاهم. هو انت على فكرة هو بتتكلم بيتكلم صح، صح. بس انت المشكلة انت عارف هتقابلك مشكلة، عارف ايه هي؟ ايوه. يعني انت دلوقتي لو كل الستاتس كود ديت كلها اديتك 200، وفعلا في واحد من ال 200 دول هيوجهك صح، هتعرف انت بقى من الانترودر ان هتقعد تفتح بقى ريكوست عشان تعرف هو انهي لا واحد لا، عدى. هستخدم الاكستراكتد في الجريب. هتعمل ايه بقى؟ هعلم على الانفاليد يوزر نيم دي، لو مش موجوده خلاص هو يبقى هو كلامه مظبوط فعلا، بس احنا برضو ماشي أنا بدور على قاعدة جنرال أكتر بكتير من اللي أنت بتتكلم عليه. إيه ماشي هي؟ ماشي، بس هو بيتكلم صح يعني، انت ماشي، هي فعلا هو صح. بيتكلم صح. هو امم بيتكلم صح. ماشي. القاعدة بقى إنك عايز تقول بس different response. ماشي. اه. بكل بساطة يعني دي خلي المنتاليتي بتاعتك بتاعت البنتريشن تيستر بتاعتك different response. إيه اللي هيطلع فيه مختلف يبقى هو ده الصح، لأن مش يعني منطقيا كده أكيد مش المليون ريكوست، مش مليون ريسبونس اللي رجعوا لك دول كلهم صح. فهيبقى في حاجة متشابهة بينهم، اللي هو كلهم مثلا مديك 200، كلهم مثلا في اللينث مديك 3352. فأشمل قاعدة ممكن تفكر بيها كباج هانتر أو بنتريشن تيستر اللي فيهم حاجة مختلفة بس بكل بساطة. فأنت تبص هنا مثلا في الستاتس كود، نبص عليه مش راضي
ايوه اهو، طلعنا من اول مره طلعنا الستاتس كود مختلف اللي هو 302. طلعنا لنا هنا في البيلود 1 اللي هو بتاع اليوزر نيم طلعنا اريزونا، بيلود 2 طلعنا جينيفر. اوكي، يبقى ده اليوزر نيم وده الباسورد بتاعنا. فاحنا نخش هنا نجرب. خلي بالكوا اللي الباشمهندس عمله ده هو لما ضغط مرتين كده على الحتة دي بس عشان بيفلتر، يعني بيرتب بالترتيب، فهو حاول اه يعملها عشان يشوف لو في حاجة مختلفة يعني. يعني انت كده هنا بتعمل ascending descending بالعربي بتاعنا كده، بدل ما تقعد تدور بقى في كل الارقام ده، هي تقعد تدور على ال different response او ال different status code. انت بكل بساطه تقوم طالع فوق خالص، تخليها مثلا من تصاعدي وتنازلي اهو، طلعت لك 302 بس. انت تضغط عليه تلاقي الحاجه الصحيحه بس. ممكن نبص هنا برضه على الريسبونس اللي طلع لنا اهو، هيقول لك 302 فاوند بس. حد بقى شاطر كده يقول لي ايه الستاتس كود بتاعت 302 او ايه العيله بتاعت ال 300 عامه بتعمل ايه بالظبط؟ مم. يا شباب هتبقى ريدايركت ريدايركشن بالظبط كده. طيب ال 400 هتبقى كلاينت سايد ايرور. طب ال 500 كلاينت سايد ايرور بمعنى ايه؟ طيب البراوزر او من البراوزر، الايرور جاي من عندك انت. بالظبط. طب لو 500 ده من السيرفر، انترنال سيرفر ايرور. بالظبط. طب لو 200 بقى، 200 بمعنى اوكي بس، اللي هو انت بعت لي ريكوست معين، الريكوست ده هو ريكوست مظبوط كل حاجه، لكن ما حصلش اي حاجه في النهايه يعني. اوكي تمام، الريكوست وصل بس. هل ليك حاجه عندنا؟ هل احنا عملنا لك ريدايركشن على حاجه؟ لا. ماشي. طيب خلاص، احنا هنا قلنا طلعنا اليوزر نيم والباسورد الصح اللي هو اريزونا وجينيفر. هناخدهم كده، نفتح اللاب بتاعنا نبص، نكتب اريزونا والتاني كان ايه مش فاكر، جينيفر. ناخدها كوبي، نعمل بيست، لوجن، فتحنا الباسورد واللعبة اتحل كل بساطة. حد عنده مشكلة؟ ده السؤال اللي بجد اللي انا كنت مستنيه اللي سألته اسراء. بتسألك يا باشمهندس، بتقول لك طب انا لما بجرب الفكرة دي على موقع حقيقي بجيب الليست دي منين، او ازاي هكون واثق ان الليست دي هتنفع، ولا انا بجرب وخلاص؟ بص، بكل بساطة الليستات دهيت بتبقى في ناس مجمعاها اوريدي، مثلا حاجة زي روكيو، في ليست اسمها روكيو ممكن تعمل عليها سيرش، وهي المفروض اصلا بتبقى نازلة ليك على اي حد محمل يعني كالي لينكس، ممكن تلاقيها نازله اصلا باي ديفولت على السيستم بتاعك. فانت بتاخدها عادي جدا وبتحطها على البيرب سويت او الكود سكريبت بتاعك او التول بتاعتك، هي الحوار كله هيتم لك. يعني دي بتبقى راك يو دي ليست اصلا عباره مجمع لك كل الكلمات اللي الناس ممكن تستخدمها او تحطها في اللوجن او اليو ار ال او ايا كان بقى اللي انت عايز تعمل فازنج عليه او تعمل جيسنج عليه. خلاص، بيبقى في ليست اوريدي محطوطه بالظبط كده، فيموس ليست زي سيك ليست او اسس ليست حاجه كده. حد تاني عنده سؤال او في حاجه مش واضحه؟ عامة هي حاجة زي دي انت طبعا ما بتبقيش واثقة منها لان ده بروت فورس، هو تخمين، فيعني طبيعي هو ان جيسنج. هي طبيعي ممكن ما تجيبش حاجة يعني. لا لا دارك ايه، لا لا عادي، دي موجودة في كل حتة. هي موجوده عادي جدا، هي هتلاقي ليست عادي هي على تبقى فكرة تكست حرفيا. اصلا روكيو دي تكست دي اصلا هي موجودة عندك باي ديفولت اصلا في لينكس. بالظبط. الاسيت ليست والسيك ليست دول على مواقع، يعني انت تكتبي مثلا داونلود سيك ليست مثلا هيجيبها لك عادي، يعني على جوجل عادي ما فيهاش اي حاجه، سيرشنج بس. هتكتبي اسيت ليست، ده موقع برضو على فكره، وجواه كذا ليست كده انت بتحملي حسب انت عايز تعملي بروت فورس على ايه يعني. بس لا لا دي مش تولز، هي مش بتبقى دايما زي بتبقى تي اكس تولز. تي فايل عادي بتنزليه وبتحمليه عندك يعني، مش اكتر. اتفضلي اللي رفعتها. اتفضلي يا اسراء لو عايز تتكلمي. بس تمام كده. اه مظبوط.
تمام، انا فاهمه ان الليست دي مثلا بجيبها من على موقع، او مثلا لو كانت موجوده على كالي باي ديفولت. تمام، بس الفكره ان انا عايزه اعرف هل الباسوردز اللي فيها او اليوزر نيمز دي بتكون مثلا مصدرها من الدارك ويب مثلا، بحيث ان هي كانت لا متسربه لا لا على لا الموقع حصل له هاك كده. لا لا لا. مثلا احنا دلوقتي اقول لك ابسط حاجه. مثلا انا كياسر، مثلا، او افترض بعيدا عن ياسر، افترضي مثلا في واحد ويب ديفلوبر بيصمم الموقع بتاعه. ماشي، الموقع بتاعه دهوت فيه يو ار ال مثلا بتاع ادمنز بس، ادمنز بس اونلي، حرفيا يعني اي حد غير الادمن مش هيعرف يدخل عليه. ماشي، فعامل بقى الاكونت بتاع الادمن، الكريدنشلز بتاعته مثلا، بكل بساطه. ودي حاجه مشهوره جدا على فكره في حوار يعني الديفلوبينج. بيقوم عامل الكريدنشلز بتاعته اللي هي اليوزر نيم والباسورد ادمن. ماشي، فدي حاجه يعني كبني ادم عادي ممكن يعني تصرف كبني ادم طبيعي هيقوم كاتبها ادمن. ماشي، فهي ليست مثلا زي الروك يو او السيك ليست او ايا كان من الليست اللي الباشمهندس ياسين قال لكم عليها. دي بتجيب اشهر كلمات استخدمت في الكريدنشلز وبيحطوها في هو الصوت قصدي. الصوت عندنا قطع ولا عندك انت يا باشمهندس؟ تقريبا عندي، صح؟ لا، عند الكل عند الكل. عند الكل. هو قطع في اخر حتة. ماشي، ماشي، هقولها تاني. مثلا واحد ديفلوبر بيصمم الموقع بتاعه. الموقع ده جاي منين ده؟ ضمن انت بترقص قدامه يا حلو. الكريدنشال بتاعته ايه؟ ادمن، اللي هو اليوزر نيم يبقى ادمن والباسورد يبقى ادمن. اوكي، فدي حاجه بديهيه لاي بني ادم طبيعي. فاهمين قصدي؟ يعني كبني ادم طبيعي هيفكر فيها كده وهو بيعمل لوجن هيقوم كاتب ادمن. فواحد مثلا من اللي بيكريت اللي هي الليست اللي الباشمهندس ياسين قال لكم عليها ديت، واحد مثلا بيكريت الليست دي من الصفر، فهيجيب اشهر كلمات يعني بتستخدم في الكريدنشلز ويقوم حاططها في ليستة واحده او في تكست واحد ويقوم رافعها مثلا على جوجل. فبتطلع لك مثلا اللي هي مثلا حاجه زي ادمن، حاجه زي مثلا 1 2 3 4 5، اللي هي مثلا دي بتبقى باسورد، مثلا واحد حاططها باسورد 1 2 3 4 5. عادي جدا، كلنا بنعمل كده. من قصدي، فده شيء ممكن يعني ممكن تبقى بتسجل مثلا على الموقع، واحد مثلا الديفلوبر يعني مع احترامي يعني استعبط بكل بساطه. هو مش حوار تسريب داتا، مش لازم، يعني مش دايما تسريب داتا، لكن هو بيبقى حاجه البني ادم الطبيعي بيعملها. يعني البني ادم الطبيعي بيفكر ازاي؟ مثلا لما تيجي تعمل باسورد مثلا لموبايلك الشخصي، مثلا لو انت مش مهتم قوي او مكبر دماغك هتقوم كاتب 1 2 3 4 5 عادي. ده موبايلك وانت كده كده يعني انت ضامن مع نفسك كده ان محدش هيهكرك. فقام جه واحد هاكر لذيذ ظريف، جه فتح موبايلك لقاك حاطط باسورد، جرب 1 2 3 4 5 نجحت بس. فعادي، ده شيء بديهي حتى انا ممكن تبقى عامل كده. ايه الحل الفكره دي من الثغره بالنسبه للشركه؟ انه يحط كريدنشلز مش يعني مش غير متوقعه. مثلا يكتب ياسر مثلا بأربعة ار ونقطة مش عارف في جيميل بطاطس محمرة، يكتب شوية حاجات ممكن مستحيل حد يتوقعها في الليستة ديت. فاهم قصدي؟ بس هي دي الحل. يكتب حاجة غير متوقعة أو حاجة غير قابلة للفازنج أو للجيسنج بس. اتفضل. كل اسراء ما يحاول يطول السترنج او يعمل جنريت للسترنجز ويعمل لها انكريبشن في نفس الوقت، الموضوع بيبقى اصعب بكتير، لان لازم تعمل خطوات مثلا عشان تفك اصلا الانكريبشن، وبعد ما تفك الانكريبشن اصلا بالظبط. الادمن بيبقى طويل. فيبقى صعب ان ليست حاجه زي ليست عاديه زي روك يو او سيك ليست او الحاجات ديت ان هي تخم، او يعني يبقى فيها الباسورد او اليوزر نيم مكتوب. فبتبقى صعبه جدا يعني. فهي من ناحيه الشركه طبعا مفيش اي حد بيخلي يعمل ادمن وادمن دي عندهم، لان طبعا دي شيء جيسابل جدا وموجودة في كل الليست حرفيا كفازنج يعني أو كبروت فورسينج يعني. اتفضل لو عايز تقول حاجة. تمام يا باشمهندس، مثلا دلوقتي عملنا بروت فورس ومثلا لقيت اكونت ودخلت عليه. طبعا الاكونت ده انا مثلا ممكن انا كيوزر على مثلا على موقع، انا عملت مثلا يوزر نيم وباسورد، وحد مثلا عمل الاتاك ده وقدر يوصل للاكونت بتاعي.
يعني هل انا كده بالنسبه للموقع انا اللي اتضريت، والمفروض ان انا مثلا حد سرق الاكونت بتاعي؟ حضرتك قلت مثلا ان الشركه مثلا تحط كريدنشال قويه، طب انا مش الشركه، انا اليوزر، فهل هما مثلا انت هيقولوا لنا مثلا اكونت اتسرق ولا ايه؟ ما هي الفكره انت اليوزر، ما انت حد كريدنشلز ضعيفه. انت ليه مثلا كاسراء مثلا انت مسميه مثلا اليوزر نيم بتاعك اسراء، حرفيا ما عملتيش اي حاجه، ايه اللي انا كاتبه اسراء مثلا، فهل ده شيء منطقي؟ او انت كاتبه مثلا الباسورد برضو اسراء، فاللي عايز يهكر الاكونت بتاعك مثلا قام دخل على الاكونت بتاعك كتب اليوزر نيم اسراء، دخل كتب الباسورد اسراء، بس شيء متوقع جدا، فاهم قصدي؟ فانت لو عملتي كده فانت اصلا الغلطان، يعني هو حلال فيك التهكير اصلا. بس هو خلي فهمتني؟ بالك يعني في الحتة دي برضه عشان الشركة تتجنب، لأن اليوزرز طبعا مش شرط إن كلهم تكنيكال ويبقوا فاهمين اه حاجة زي كده. فعشان كده هو لو خدتي بالك إن معظم الشركات دلوقتي بقت بتعمل حاجتين عشان تعدي الموضوع ده. أول حاجة هي ما تسمحش أصلا إنك تحطي باسورد بالضعف ده. حتى أنت خدتي بالك مثلا يجي يقول لك بالظبط. إيه، لا أنت لازم تحطي مثلا على الأقل 8 string كاركتر. مثلا يقول لك string لازم مثلا must be 8 اه characters. بالظبط، لازم يبقى في 8 كاركتر، لازم يحط مثلا سيمبلز، لازم يعمل كذا. وفي نفس الوقت هتشوفي برضك ان هو دي مش طريقة الفاليديشن الوحيدة في الاوثنتيكيشن بصفة عامة. هو لسه هتشوفي دلوقتي في اللاب التاني او التالت الموضوع ال 2FA. هو بقى يحطوا مم. فيريفيكيشن اكسترا كمان، اللي هو انت الحاجات اللي انت بتقعدي تحليها في الكابتشا ومثلا يبعت لك مش عارف 4 أرقام هو مثلا مثلا عشان يتأكد مثلا نوصل منك. لكل الكلام ده. فكل ده كده هنوصل له. بس يعني انت بتقولي كمان من ناحية ميتيجيشن للشركة، فهي دي اللي بتحاول تقدر تعملها على قد ما تقدر يعني. بس فطبعا وفي طبعا موضوع الريت ليميت، ولسه برضه هنتكلم عنها. ان هو ما بيخلكش تقدر تعمل بروت فورس اصلا، هو بيخنقك، بيقفل عليك الموضوع ان انت تعمل بروت فورس بسهولة يعني. فهو مثلا في مواقع تيجي تفتحيها يقول لك مثلا تليكي 5 مرات، بس لو كتبتي غلط بيلوك عليكي. ف... فده الحتة دي ريت ليميت. بس احنا برضه هنشوف طريقة لسه في اللابات، هنشوف ازاي نعدي الريت ليميت يعني. بالظبط. حد تاني عنده سؤال ولا يهمك؟ يا شباب. طيب اعتقد كده خلاص. اوكي، ندخل على اللاب اللي بعده. يلا بينا. هي مثلا اللي لسه باشمهندس ياسين بيتكلمك عليها 2FA simple bypass. اوكي، نعمل اكسس ليك. نعمل اللاب يفتح، نقفل كل التبات دي. حد يا شباب عنده مشكلة في حوار البيرب سويت عامة؟ عنده سؤال ازاي مثلا ما فهمش حاجة في البروسيس اللي احنا بنعملها عشان نعمل مثلا اد للبارامترز او اد للليست؟ ولا كله تمام؟ ماشي زي الفل. اوكي، نوقف الانترسبت، نشوف اللاب حمل ولا لسه. اللاب حمل. طيب ناخد اليو ار ال نحطه في البراوزر بتاعنا اللي نقدر نعمل عليه انترسبت. بس نشوف اللاب ده بيكلمنا عن ايه. نعمل مثلا اول حاجه، انت اول حاجه عايزكم فيها في المنتاليتي يا شباب بتاعت الباج هانتر او بنتريشن تيستر، انك بتخش على الموقع كيوزر عادي جدا. انا مش عايز اي حاجه منك خطيره او حاجه يعني منتاليتي بقى انك تفكر لا والله الاكونت ازاي هكره ومش عارف ايه. انا عايزك اول حاجه اول ما تفتح الموقع تبص على مثلا اليوزر بيعمل ايه الطبيعي عادي جدا. مثلا اول حاجه اليوزر هيعملها هيعمل مثلا ماي اكونت، يعمل لوجن عادي جدا. هناخد الكريدنشالز اللي مبعوتها لنا على الموقع بتاعنا او اللاب بتاعنا اللي هي وينر بيتر. دي الكريدنشالز او الاكونت اللي اللاب دهوت سامح لك انك تدخل تعمل اكسس عليه. اوكي، فاحنا هنا ندخل مثلا نكتب وينر. ماشي، نكتب وينر وتحت الباسورد اللي هو مدهني اللي هي بيتر. نعمل لوجن نشوف هيطلع لنا ايه. اهو طلع لنا ايه يا شباب؟ حد عنده فكره ايه ده؟
عايز رد، عايز ناس مفاعل معايا. او تي بي. او تي بي ماشي زي الفل. هو عامة غالبا او تي بي ماشي. هو بيقول لك انك بعت لك 4 ديجيت سكيورتي كود على الايميل بتاعك. الايميل بتاعك الموقع سامح لك تدخل عليه عادي جدا بتاع الايميل كلاينت. فاحنا نبص هنا هتلاقيه فعلا بعت لك 0849. اوكي، فاحنا هنيجي نكتب هنا 0849 نعمل لوجن. دخلني على الاكونت بتاعي عادي جدا. حد شاف في البروسيس اي حاجه غريبه فهو وانت بتعمل يعني لوجن؟ حد شاف اي حاجه ممكن تلعب فيها مثلا او تغير فيها وتدخلك على حاجه مثلا معينه؟ نعمل لوج اوت تاني. هو اللاب هنا اصلا طالب منك انك تدخل بالكريدنشلز بتاعت كارلوس، ده اليوزر نيم والباسورد بتاعك اللي هو منتور. ممكن مثلا تجرب تبروت فورس على الاو تو بي. ممكن نجرب بروت فورس على الاو تي بي، منطقي. بس ماشي، هي ده حل، لكن والحل فعلا غالبا ممكن يتحل كده عادي، لكن انا عايز حل تاني، حل ابسط من كده حتى. هو اصلا اللاب اسمه ايه؟ 2FA simple bypass. ماشي، انت ممكن تعمل بايباس اصلا لحوار ال 2FA اللي هو بيطلعها لك. مثلا هنعمل هنا لوجن تاني كارلوس، نكتب تحت الباسورد بتاعته مونتويا، نعمل لوجن. تقريبا كتبتها غلط في حاجه. مونتويا لوجن اهو، دخلني عليه عادي. بس هنا بقى بيقول لك ايه؟ enter your 4 digit security code. هل انا معايا اصلا الايميل بتاع كارلوس ولا انا معايا بس اليوزر نيم والباسورد بتاعه؟ يعني لما دخلت هنا في الكريدنشلز بتاعت وينر اهو بيقول لك الايميل ادرس بتاعك اسمه وينر، فانا معايا الايميل بتاع وينر بس. هل انا معايا بتاع كارلوس؟ لا مش معايا. هو بيقول لي اصلا انك بعت لك الاربعه ارقام دهيت على الايميل بتاع كارلوس. طب انا مش معايا الايميل بتاع كارلوس، هعمل ايه؟ نشوف الريسبونس بقى على الويب سويت. ممكن نشوف الريسبونس على البيرب سويت، مش هشوفه لك اهو. نعمل ريلود تاني عشان يبعت لنا تاني اهو. لك اي حاجه مثيره للشك؟ هل في حاجه انت ممكن تغير فيها؟ لا، يعني مفيش اي حاجه تقدر تغير فيها او تلعب بيها. ممكن تعمل لك باي باس لل 2FA، نعمل فورورد نشوف الريكوست اللي بعده. هل في اي حاجه؟ برضو لا مفيش اي حاجه. نديك بس السيشن اللي هي اللي انت شغال عليها بس. هل انت تقدر تعمل فيها اي حاجه؟ لا ما تقدرش. نعمل فورورد تاني بس عادي، يعمل لنا بينج، ما حصلش اي حاجه. نقفل الانترسبت نبص تاني، عمل لي ايه؟ ما عملش اي حاجه حرفيا زي ما انا. ماشي، نقدر نعمل ايه تاني؟ انا هرجع تاني عشان انتوا ممكن متبقوش خدتوا بالكم اصلا. تعالوا نجرب تاني كده. في حاجه غلط، ما علينا ما علينا. اللعبة اتحل مش عارف ازاي، مش مشكله. بس هو ما اتحلش عامه، انتوا مش فاهمين احنا عملنا ايه. تعال نشوف. يا رب يشتغل بس. ماشي، تعال نشوف برضو. نعمل لوجن تاني بوينر بيتر. ماشي، هو ده عامة ده ايرور من اللاب ذات نفسه، انا ماليش دعوة. ربنا معاك. احنا نعمل وينر بيتر، نعمل لوجن. دخلني على مثلا، نرجع تاني كده معلش. شايفين اليو ار ال بتاعنا اصلا اللي هو لوجن، اسمه سلاش لوجن. طب ما نشوف اليو ار ال اللي بعده، نشوف بيتر. نكتب بيتر، دخلنا. اليو ار ال برضه اسمه ايه؟ لوجن 2، فهو دخلنا على اليو ار ال تاني، يعني يو ار ال تاني. فاحنا نبص على الايميل بتاعنا اهو، بعت لي السكيورتي كود 0685 0685. نعمل لوجن. ايه اليو ار ال اللي دخلنا عليه؟ ما اكونت. طب حد عنده فكره، او حد عنده فكره ممكن نعمل باي باس لحوار ال 2FA ازاي بقى بعد ما بعد ما وريتكم كل ده؟ عايز حد يجيب. ممكن لما نيجي نعمل اللي هو اللوجن الأخير ده نعدل في الأي دي، نخليه بيساوي اليو ار ال
اه لا، من الاسمه يعني ده، ممكن من البرب بقى. ماشي، هي ممكن من الاتنين، بس الثغرة اللي انت بتتكلم عليها ديت دي مش authentication. الثغرة اللي انت بتتكلم عليها دي اه ايدر broken access control. ايوه ايدر اه. اه اه، ما احنا مش لسه مش ايدر ماشي. مش بس هي اصل لسه ما في واحد وصلناش برضو زيك اسمه محمد عبد الجواد برضو لسه قايل لي غير او جرب اعملها ايدر. بس هي في فعلا ايدر، بس هي مش دي مش ثغرة ده اللي احنا بنتكلم authentication. عليه، اه ومش ده اللي بالظبط، احنا بندور مش عليه ده دلوقتي. موضوعنا معذرة دلوقتي. بس الناس اللي بتكتب كومنتس وانا مش هعرف ابص ما في تخافش ما باشمهندس تخافش، معاك. انا بجاوب في الكومنتس لا تقلق. نهندلهم، اتمنى تكون نهندلهم. ايوه، فل فل. طيب زي الفل. احنا فين؟ ماشي. زي ما قلت لكم، حد عنده فكرة برضو غير حوار الايدول ده؟ انا حرفيا مش هقول لكم على الاجابة يا جدع. ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ بس هو اتحل حد ازاي؟ عنده فكرة؟ النت فصل ايه؟ عندي. السؤال ايه عشان ما سمعتوش؟ حد عنده فكرة ممكن نعمل باي باس لصفحة ال 2 اف اي ازاي؟ ممكن نعمل باي باس للصفحة دي ازاي؟ انت واحنا بنسجل بكالوريوس. اعتبر نفسك انك حاولت تجربها تعملها ايدر وما نفعتش. فايه انت كبن تستر او كباج هانتر، ايه تاني حاجة هتفكر ان انت تعملها؟ طب ممكن اريدايركت على الصفحه بتاعت الاكونت على طول؟ بيقول فكرة نجرب. حلوة، ده جميل، ده فكرة نجرب جميلة. يعني. الريدايركت بيبقى ايه؟ الريدايركت ده؟ يعني اللي هو بدل ما هو يودينا على الصفحه بتاعت ال 2 اف اي، اروح هنا على الاكونت على طول، على ماي اكونت على طول. ماشي، يعني ممكن انت عايزنا نعمل لوج اوت دلوقتي، ندخل على الماي اكونت، نسجل اكننا بنسجل عادي جدا بكارلوس، صح كده؟ اه نكتب مونتوي، صح؟ تمام. نعمل لوج. عملنا لوج، طلع لي الصفحة دي. الصفحة دي احنا واقفين فيها، مش عارفين نعدي فيها حاجة. هروح بقى فوق بقى على انت ماي بتقول لي اكونت. انت بتقول لي هنا انت ممكن تكتب هنا ايه؟ ماي ماي اكونت، اكونت صح كده؟ والاي دي طب كارد. نجرب نضغط انتر. هو بص، هو ده الحل صح، بس هو اللاب طبعا ما جالتش فطلع لنا يعني ان احنا حاليا اللاب اصلا اللي قبل كده، لكن هو ده الحل صح. ده اللي انت قلته صح مظبوط 100%. ماشي، ودخلنا فعلا على اليو ار ال بتاع ماي اكونت عادي جدا، واليوزر نيم بتاعنا طلع كارلوس، وورانا الايميل بتاع كارلوس عادي جدا، مش اي حاجه. صح كده؟ يبقى احنا كده حلينا اللاب مظبوط زي الفل. عملنا باي باس لل 2 اف اي. يعني هو اصلا من الاول كانت دي الصفحه دي مجرد صفحه عشان يوصلك، يعمل لك ريدايركشن على بتاعه الماي اكونت. ما كانش بيعمل اي فيريفيكيشن على اي حاجه حرفيا. هي كانت مجرد صفحه في النص بس، عشان على اساس انه بيرخم عليك بقى وبيوقفك ومش عارف ايه. فانت عشان يوزر ذكي او هاكر ذكي، انت واخد اليو ار ال اصلا اللي هو مديهولك من الاول بالكريدنشالز اللي انت عارفها، واخدها كده كوبي وانت حاططها على طول. عملت باي باس، شلت اللوجن تو دهيت، مسحتها، كتب ماي اكونت، دخلت على الاكونت بتاع كارلوس بس كده، عملت طب باي انا باس اصلا. عندي سؤال. اتفضل. لما انا حاولت احل اللاب، انا بحل اللاب معاك حاليا. لما انا حاولت احل اللاب، لما جيت اخش بالاكونت اللي هو بتاع وينر وبيتر، تمام، كان ظاهر لي في اليو ار ال، كان ظاهر لي صح في اليو ار ال ماي اكونت، بعد كده الاي دي كان مكتوب وينر، تمام. لما مسحت وينر وكتبت يعني انا عدلت في اليو ار ال بس ما عدلتش في الاكونت، عدلت في الاي دي، مسحت وينر وكتبت بدلها ما هو بيتر، اللي انت فما جربته حلتش. ده ايدر، اللي انت جربته ده دي ايدر. ثغرة تانية. يعني انت عايز تقول لي ده انك عملت هنا مثلا اوكي. سجلت هي ما الاي دي. اتحلتش اصلا، ما ما هي اشتغلتش معايا، ما اعرفش ايه مش الفكره. هتتحل عشان هو اه، بيشيك على البروكن اكسس، صح؟ الراجل اوكي. ده بيقول مثلا عمل لوجن، هو بعت له هنا السكيورتي كود 1847، نكتب هنا 1847، ندخل على الاكونت بتاع وينر. كده في الاكونت بتاع وينر. اللي الراجل ده عمله بقى انه دخل هنا على اليو ار ال، شاف الاي دي لقى بيقول لك وينر، فهو قام مسح وينر، كتب كل ذكاء، كاتب له لا خلص، عمل انتر، ما عملش اي حاجه، ما طلعلوش اصلا الثغره دي فاليديت. بالظبط. يعني اما رجعوا تاني عملوا ريدايركت تاني للوجن بيج تاني وما رضاش يعديه. فاحنا بقى جربنا تاني، يعني بعد عن الراجل ده عمله، احنا جربنا اصلا نعمل ماي اكونت على طول ونعمل سكيب اصلا بتاعت ال 2 اف اي بس. فهو ما قالكش اي حاجه، وقام عامل لك ريدايركت على طول على صفحه الماي اكونت، وانت كده دخلت على الاكونت بتاع كارلوس بس. اللي الراجل ده عمله في الاول اصلا دي ثغره تانية اسمها بروكن اكسس كنترول، انك بتغير حاجه في البارامترز بتاعت المبعوثه في اليو ار ال، مثلا بتكتب هنا بدل وينر تخليها كارلوس، بس ما علينا من دلوقتي، مالناش دعوه بيها. ماشي. حتى عنده سؤال اللي عن انت بتقولي عليه ده يا اسراء، اللاب الجاي او اللي بعده بالظبط هنعمل اللي انت بتقولي عليه ده. ماشي.
يعني هي هو بتبقى فعلا ممكن نعمل اللي انت بتقولوا عليه ده، لكن مش يعني مش ده اللي انا عايز اوصله لك دلوقتي. خلينا في الستيب الجاي كده، طبقت الاحداث حرفيا. انت لو خدت بالك هما الصراحة انا عجبوني السيشن دي النهارده مفوقين اه يعني. جابوا اه السيشن كلها حرفيا اللي هنشرحها بتنبؤات او باسئله. حلو والله، عشان كده بحب اه اصلا عرفت ليه بقى فكره احنا ان بنحب اصلا. ان انتوا تسالوا ونتكلم، انتوا جبتوا السيشن اه كلها صح حرفيا من اول ما نشرح لحد ما نقفل. طالما فتحت النقاش فالناس هتبدا تفكر معاك، فاهمني؟ فدي الطف حاجه اصلا ممكن تشرح بيها يعني. نادي، انت فهمت الفكره ولا لسه معلقه معاك؟ عشان حاسس انت لسه مش فاهمها قوي. نفتح المكتبه هو بص، الرجاله هو انا كنت فاتح الموقع اصلا قدامي، فكنت سرحان فيه بدور على حاجه، فما كنتش مركز جامد معاك. ماشي. عطلان في يعني ايه طيب؟ هو يا ريت بس تقولها كده سريعا. يعني في حته ان انت غيرتها لما عملتها ماي اكونت، هي كانت مسجله على اللي هو وينر ده. تمام. ماشي، اعملها لك من الاول خالص. مثلا انت كيوزر عادي جدا دخلت على ماي اكونت بتعمل لوجن عملته بوينر وبيتر، الكريدنشالز اللي هم اديها لك في الاول. عملت لوجن، تمام. توديك على صفحه ايه؟ انت بتبص دلوقتي على اليو ار ال، وديك على صفحه ايه؟ لوجن تو. لوجن تو. ماشي، هو بيقول لك هنا انه بعت لك 4 ديجيتس سكيورتي كود على ال هو انا تقريبا قفلتها مش عارف، ولا انا فاتح من بريف. ماشي مش مشكله. نبص هنا تاني معلش. ندخل على ماي اكونت، نسجل. ثانيه واحده، وانا عامل انترسكت مش اه نسجل بوينر، نكتب بيتر. ماشي، نعمل لوجن. دخلنا على لوجن 2، وبيقول لك انك بعت لك ال4 ديجيتس على الايميل بتاعك. فانت هتبص هتلاقيه بعت لك فعلا 1578. فانت هتجرب هنا 1578. لكن هتبص هنا في الاول قبل ما تعمل لوجن، هتبص هنا تلاقيه كاتب لك في اليو ار ال انه موديك على صفحه، وعامل لك ريدايركت بعد ما انت ضغطت على اللوجن في الاول وكتبت اليوزر نيم والباسورد. قام عامل لك ريدايركت على الصفحه دهيت اللي هو لوجن 2. فانت تقوم عامل لوجن، تبص تاني على اليو ار ال، هتلاقيه كاتب لك /my account $ID = winner. تقدر تعمل بيها ايه؟ ان انت ممكن تغير وينر لكارلوس. عايزك ترد عليا. تغير وينر لكارلوس. جميل. الثغره اللي انت طيب قلتها دي بروكن اكسس كنترول، دي ثغره تانية. بس هو هو صح. ما هو ده ما هو ده اللي كلهم توهني. مصممين على الايدول مش عارف. جربها طيب، جربها اعملها له. طيب دي ثغرة. خلينا نمشي ان هو فكر اول حاجه ماشي، جت في دماغه عملها هنجرب هنا. كده. ماشي هنجرب نكتب هنا زي ما انت قلت لي نكتب هنا كارلوس، صح كده؟ تمام. ضغطنا انتر، عمل ايه؟ رجعك تاني. قام عامل لي ريدايركت تاني، رجعك تاني ريدايركت على صفحة اللوجن تاني، ولا كأنك عملت اي حاجة. رجعك تاني للصفحة الأساسية الأولى. فهو كده، هل الثغرة دهيت نفعت؟ لا كده ما ينفعش. كده ما نفعتش، فانت هتجرب تعمل طيب تاني ايه بقى لوجن. المفروض تاني خطوه تفكر فيها؟ يعني دي ما نفعتش، ايه ممكن انا تجربه هقول تاني لك بقى؟ اهو، ثانية واحدة بس. 0564 0564 عملنا لوجن، ركز على اليو ار ال. لوجن 2 عملنا لوجن، بصينا هنا لقينا ايه؟ بعيدا عن ID = winner، قبل ID = winner انت تبص على اليو ار ال كله، لقينا ايه؟ ماي اكونت /my account. فهو عمل لك ريدايركت اصلا بعد ما انت ضغطت اللوجن دي على الريدايركشن، وداك على صفحه جديده اللي هي الماي اكونت، صح؟ وقال لك اليوزر نيم بتاعك وينر والايميل بتاعك وينر @exploit مش عارف ايه، صح كده؟ تمام. طب ما احنا ممكن نجرب نعمل لوج اوت. ماشي، ندخل على ماي اكونت، نسجل بالكريدنشلز اصلا اللي هو مديها لك اللي هي كارلوس ومونتويا تقريبا. مونتويا، نعمل لوجن. اللوجن ده هيوديك على الصفحه بتاعت لوجن 2، صح؟ طب ما احنا ما نجرب كده، بما اننا اصلا ما نعرفش الايميل بتاع كارلوس، وهو اصلا بيقول لك انه بعته لك هيبعت لك يعني الارقام على الايميل بتاع كارلوس، وانت مش معاك الايميل بتاعه، هتعمل ايه؟ ما تجرب كده تمسح اللوجن 2 دهيت ونكتب ماي اكونت.
ما ممكن يدخلك على طول على الاكونت بتاع كارلوس من غير ما يعمل فاليديشن اصلا او فيريفيكيشن اصلا على الحوار كله. نضغط انتر، قام فعلا مدخلك على الاكونت بتاع كارلوس عادي جدا من غير ما يقول لك اي حاجه. هو كده حرفيا الصفحه اللي فاتت دهيت كانت مجرد صفحه عشان يعمل لك ريدايركشن على الاكونت بتاعك بس، ما فيهاش اي فيريفيكيشن، ما فيهاش اي يعني هو ما عملش اي فيريفيكيشن، السيرفر ما عملش اي فيريفيكيشن على اصلا انك مستنيك مثلا تدخل له 4 ارقام او تدخل له رقم غلط عشان يرجعك تاني. هو ما عملش اي فيريفيكيشن، هو مجرد صفحه بتعمل لك ريدايركشن بس. فاهم قصدي؟ فانت بكل ذكاء بما انك اصلا كنت عارف ان في صفحه كده عشان انت عندك كريدنشال صحيحه، كنت داخل كاتب ماي اكونت عادي جدا اللي هو اليو ار ال بتاع الصفحه، دخلك على الصفحه عادي جدا من غير ما اقول لك حاجه. بس دي فكره الصفحه. تمام، شكرا يا هندسه. بص يا هي باختصار بصفة عامة زي ما الباشمهندس كده قال لك، انت بتبص على الاند بوينتس فوق في اليو ار ال. فانت الاند بوينتس انت لقيت عندك 3 اند بوينتس واضحين. اول واحدة اللي هي اللوجن، بعدها بعد ما بتخلص بيوديك على الاند بوينت التانية اللي هي لوجن 2، وبعد ما بتعدي توصل بص اللوجن 2 ديت اللي هي المسؤولة على ال 2FA. ال 2FA دي اللي هي 2 فاكتور authentication، يعني طريقة تانية للأوثنتيكيشن، سواء بقى 4 ديجيت، سواء بقى هيخليك تحل حاجة مثلا، أيا كان طريقة ال 2FA. حلو. في ال 2FA في اللاب ده كان طالب منك 4 ديجيت سكيورتي كود. حلو. طيب لو أنت خدت بالك إن ال 4 ديجيتس ديت إحنا عملناها، إحنا بنبقى كده دايما معانا أكونتين. حلو. اكونت بيبقى اكونت انت عارف فيه كل حاجه، معاك الايميل ومعاك الباسورد بتاعه، وانت معاك اكسس على الايميل ده وتقدر تشوف الاربع ارقام عادي وتعدي. حلو. والايميل التاني انت معاك اليوزر نيم والباسورد بتوعه، بس المشكله انك عطلت في حته الايه ال2 اف اي، زي ما اسراء كده كانت قالت. يعني لو واحد زي ما سؤالها كده ده هيجاوب على اللي انت بتسال عليه. لو واحد مثلا مثلا عمل فعلا ادمن وادمن والكريدنشالز دي طلعت صح. حلو. المفروض الشركة عشان تتجنب حاجة زي كده تقوم عاملة حوار الايه، توقف حاجة تانية قبل ما يعديه، يعمل حوار الايه ال2 اف اي. طيب فال2 اف اي ديت المفروض ان هي هتعمل ايه، هتعمل اوثنتيكيشن للمرة التانية. ماشي. طيب انت عملت الاوثنتيكيشن الاولى بس وقفت على الاوثنتيكيشن الايه التانية. طب انا هتصرف بقى في حاجة زي دي ازاي؟ هو ده بقى فكرة اللاب، انك ازاي تعدي حتة 2 اف اي بتاعت مين، بتاعت كارلوس ومونتويا ديت. انت معاك وينر وبيتر ومعاك الايميل صح كده، ومعاك كارلوس ومونتويا بس معاكش ايه، معاكش الاكسس على الايميل بتاع كارلوس صح كده. فانت بتعمل ايه، انت اصلا في الريل سيناريو انت بتعمل اكونت وعامله بايميلك وبتعرف تاكسس الايميل بتاعك. الناحيه التانيه انت عرفت الايميل والباسورد بتوعه، بس ناقصك بس انك تعدي مين، 2 اف اي بتاعته. طيب هو بقى هنا عشان يعدي ال 2 اف اي احنا كنا بنعدي قلنا كام اند بوينت، 3، اللوجن واللوجن 2 وايه. بعد ما بتعدي من ال 2 لوجنز دول بيوديك على الايه، على الاكونت بقى عادي، اللي هي كانت الاند بوينتس بالظبط اسمها ايه، ماي اكونت. طب ايه رايك بقى نعمل فكره جميله، ما نحاول نسجل عادي اكننا كارلوس صح، مش احنا معانا الكريدنشلز بتاعته اللي هي الاوثنتيكيشن الاولانيه خالص. فانا هجرب ادخل كارلوس وايه ومونتويا، هعدي ولا مش هعدي؟ هعدي صح. مين اللي هيقف معايا زي ما قلت لك اصلا، مين اللي معصلك معايا دلوقتي، ال2 اف اي بتاعت مين، بتاعت كارلوس صح. انت دلوقتي هي دي اصلا اللي انت بتحاول تعديها، دي فكره اصلا اللاب. طيب تعديها ازاي، انت بصيت على السيناريو الطبيعي مع مين، مع وينر وبيتر، فهمت اللوجيك بتاع الايه السيرفر شغال ازاي. مش انت عملت تسجيل عادي وسجلت وحطيت وعملت التو فاكتور وعديت. حلو. انت خدت بالك ان هو بيعدي على 3 مراحل، لوجن ولوجن 2 وايه والماي اكونت. طب انت ايه رأيك بقى ندخل كارلوس ونعدي من لوجن 1، بس بدل ما نعدي من لوجن 2 عشان نوصل لماي اكونت تقوم حاطين ماي اكونت مرة واحدة. هل هيقول لي لا انت لازم تأكد مثلا على لوجن 2 ولا هيعديك؟ فاحنا جربنا فعلا، قمنا شلنا كلمة لوجن 2 حطينا ماي اكونت عملنا انتر. ايه اللي حصل، اما عديك من ايه، من صفحة اللوجن 2 مباشرة. هنا ايه اللي حصل، هو ما عملش فاليديشن اصلا على الصفحة دي. لان لو حاجة زي دي المفروض لو في الريل سيناريو المفروض انك لما تحط الاند بوينت بتاعت ماي اكونت ديت يقول لك لا انت لازم تعمل الاول ايه التو فاكتور اوثنتيكيشن، كده هو قفلها. بس هنا في اللاب ده هو مش قافل حاجه زي كده، هو سايبك انك ممكن تسكيب الصفحه بمجرد انك عرفت اليو ار ال صح. فهمت؟ اه تمام، يعني هي فكره اوثنتيكيشن يعني، مش اه يعني مش بيتاكد منك انت كتبت ولا لا. بالظبط، انت مش يعني هو اه عامل لك الصفحه بتاعت لوجن 2 دي مجرد ريدايركشن بس. يعني انت لو دخلت حاجه السكيورتي كود اللي هو الاربعه ديجيتس هيبقى بيدخلك على ماي اكونت. فانت اصلا ممكن تعمل الحوار ده كله سكيب، يعني سكبت تعمل الصفحه الحوار الرايت كلها. ريدايركشن ده سكيب الصفحه كلها.
تقوم عامل انتر، يقوم مدخلك على ماي اكونت عادي جدا. هو مش مستني منك الكود غير عشان يعمل لك ريدايركشن، فانت عملت سكيب اصلا انت للبروسيس بتاعت عملت الريدايركشن. ريدايركت لنفسك، انت اللي عملت اه الريدايركت بالظبط. لنفسك. عرفت الاند بوينت صح، فعملت انت الريدايركشن، مش محتاج انت الصفحه التانيه، فاهم؟ فانت بالتالي دخلك عادي جدا. عديت الموضوع الاوثنتيكيشن ده، ال2 FA بالذات. فهمتها؟ اه تمام. بس. لا دي صعبه قوي يا اسراء، انك تلاقي 3 FA، لا صعب. بس هي كل يعني المواقع اصلا المودرن دلوقتي هي اللي فيها ال2 FA. خلي بالك ان كمان في 2 FA دايما بتبقى سهله جدا، اللي هي بالذات لو هي 3 digits او 4 digits. حاجه زي دي خلي بالك، انت لو خدتي بالك من جوجل ال2 FA بتاعها بيبقى 6 ارقام. فانت عشان تجربي يعني جميع الارقام من اول 0 لحد 9 في الست اماكن دول، فلو عملتيها كده يعني مثلا وليكن 9 هتبقى 9 باين 9 باور 9 باين، فهيبقى رقم كبير قوي يعني. فالاحتمالات هتبقى كتيرة جدا يعني. بس لو على مثلا 3 أرقام أو 4 أرقام، هتلاقيها لأ مثلا 9000 جس مثلا في الآخر يعني. فالموضوع بيبقى سهل شوية. كسر ال 2 FA بتاع ال 4 ديجيتس مثلا، 3 ديجيتس، 2 ديجيتس، حاجات دي تافهة جدا يعني. فحتى ال 2 FA لحد دلوقتي غير لسه اصلا بتتكسر يعني. غير بالذات اصلا يا شباب، في كونسبت كده في حوار ال 3 اف اي في المواقع عامه، لما كويب ديفلوبر مثلا، انك تزود السكيورتي قوي في الموقع، ده بيقلل الرفاهيه بتاعه اليوزر، او بيقلل الريلايبيلتي بتاع اليوزر. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انت لو حاطط عشان تدخل على الاكونت بتاعك مثلا، مثلا عامل لوجن بيج. اللوجن بيج دهيت بعد ما تخلص تكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعك، لو مثلا اول اوثنتيكيشن بتاعك، او اول عمليه بتشيك عليها اليوزر نيم والباسورد، ماشي، نكتب هنا اليوزر نيم والباسورد. بعدها بعد ما عملت اليوزر نيم والباسورد كتبتهم صح، اما يقول لك لا، في 2 اف اي، انا بعت لك مثلا 4 ارقام 4 ديجيتس على الايميل بتاعك، ماشي. فهتقوم انت كيوزر تقوم بقى بعد ما كتبت اليوزر نيم الصح، اليوزر نيم والباسورد صح، تقوم داخل على الايميل بتاعك مطلع الفور ديجيتس. طلعت الفور ديجيتس، قام كاتب لك 3 اف اي، قام قايل لك لا والله انا عايزك مثلا تعمل لي ريكابتشا انك مش روبوت ومش عارف ايه، وتكتب لي مثلا معلومه انت كنت مسجل فيها من الاول، مثلا قول لي مثلا اسم البيست فريند بتاعك عشان تعرف تدخل على الاكونت بتاعك. دي فعلا بتبقى حاجات كده موجوده، فاهم قصدي؟ فانت لما تقعد تعمل البروسيس دي كلها اصلا بتبقى مرهقه جدا لليوزر، فاليوزر بيزهق. يعني انا مثلا لو كل شويه كل ما اعمل اجي اعمل لوجن مثلا على الفيس، يقعد يقول لي كل المعلومات دي، انا ممكن من كل مره اصلا ادخل باكونت جديد عشان اكبر دماغي، فاهم قصدي؟ فكل ما تقلل، كل ما تزود قوي السكيورتي، كل ما يعني كل ما الريلايبيليتي بتاعت اليوزر ذات نفسه بتقل، فاهم يعني قصدي؟ هي صح بس بالظبط كده يعني. حتى انا السيشن اللي فاتت تقريبا ما كنتش انت موجوده فيها، بس انا كنت اتكلمت على الحوار ده، ان في حاجتين دايما متعارضين مع بعض: اليوزر ساتسفاكشن والسكيورتي. دايما هتلاقي ان الشركات بتحاول توازن بين هي ارضاء اليوزر نفسه، في نفس الوقت توازن بين السكيورتي. لان هو مش طبيعي واحد يوزر عادي مش فاهم اي حاجه في السكيورتي كل شويه اطلب يوزر نيم وباسورد، وبعدها يقوم معدي يلاقي مش عارف 4 ايميل، يدخل على الايميل بتاعه ويقعد يشوف بقى لو ناسي الايميل دي ليله اصلا. يجي بعد كده يلاقي خطوة تالتة مش عارف اسم ايه، فيمكن يبقى ناسي اسم عمه، فيقعد بقى يعمل فورجيت مثلا، فهتبقى ليلة بقى بالنسبة للشركة. انت عملت طبقة حماية زيادة، بس انت كيوزر اليوزر ده غالبا بيبقى غبي اصلا، بس او نساي ده طبيعي، كلنا اصلا نسايين يعني. هتلاقي بقى مش عارف نسي اسم عمه اصلا، ولا اسم البيست فريند بتاعه وكان حاططها ايه مثلا. فبتبقى ليلة. يقول لك لا خلاص، هي لحد التوف ايه يعني، متوازنة بين الاتنين يعني. بس. حد وائل عنده بيقول سؤال في طب اللاب بقى؟ لو بعت الكود غلط مشكلة. وغيرت ال 403 ل 200، انت قصدك في الريسبونس يا يوسف يعني تقوم مغير 403 خليها هو انت ما 200؟ تقدرش تعدل في الريسبونس. الحوار 403 وال 200 والستيتس كود اللي بيرجع لك من السيرفر، مش بيتبعت لك، يعني مش انت اللي بتبعته، فاهم قصدي؟ فانت ما تقدرش تغير في الريسبونس او حاجه راجعه من السيرفر ذات نفسها. هو فاهم احنا مش قصدي؟ بينفع نعمل ده باللي هو بانترسبت الريسبونس؟ بس هي ممكن الحتة اللي انت بتقول عليها دي يا يوسف. آه هو بيعترض الريسبونس نفسه وبيوقف الريسبونس مش حاجه انت وبيخليه بتبعتها للسيرفر. يغيرها ربع. ايه ده، هو لسه ده في لاج عندك تقريبا، لا آسف. ما علينا. هو بص، هي خلي بالك حاجة زي دي يعني، السيناريو اللي انت بتحكيه ده نادر قوي قوي قوي، بس ممكن وارد على فكرة.
لو رحت على بيرب سويت فعلا وشغلت البروكسي بس العب دور. ان هو يوقف الريكوست من ناحيه يعني يوقف الريسبونس اللي راجع من السيرفر نفسه، وتحاول تعدل في الستاتس كود، ممكن يعديك يعني. بس يعني سيناريو نادر قوي قوي يعني، فاهمني؟ صعب ثانية جدا. واحدة بس. وانا تقريبا الصوت عندي قطع، او انا كلي على بعض قطعت. اه صح؟ انت تقريبا قطعت. إيه يا عم الو، هاني؟ تمام. تقدر بس بشرح. آه. ايوه ابعت لينك هنا اخش له. اوكي طيب. خش. واحد عامل ميوت. انا خش. انت عامل سكرين شير، تعالى هنا ايوه فك بقى ليه؟ الميوت. طيب بالظبط كده. اوكي. طب في سؤال مهم دلوقتي. اسأل. ايه انا هستفاد ايه لما كمل. اغير في الستاتس كود واخليها مثلا 200، ما دام اصلا السيرفر ذات نفسه كان مرجع ستاتس كود مثلا 400؟ تمام. إيه... طب ما انا كده كده مش عارف اكسس برضو على الداتا اللي موجوده على السيرفر كيوزر يعني. لا انت خلي بالك ان انت لما يعني اللي انت بتحكي عليه ده فعلا صح. يعني انت بتقول لي ما السيرفر اوريدي رد عليا خلاص واداني الايرور 403 مثلا، إيه اللي هيحصل لما بالظبط. اغيره 200 يعني؟ انا بضحك على الفكرة حالي كده، فاهم. لا انت مش بتضحك على حالك. هي الفكرة هنا في تسلسل الريكوست. انت بتبقى محتاج انك تغير الريسبونس ده اعمل ميوت على عشان ديسكورد. هيبقى فيه حاضر. هيبقى فيه ريكوست جديد بعده، هو هيبقى طالب منك الستاتس كود ده، او هو بياخد الستاتس كود ده حلو وبيتعامل عليه. فهنا بقى انت معتمد على التسلسل مم. بتاع على الريكوست. انت مش بتاخد يعني مش بتاخد الريسبونس ده عشان تخدع نفسك بيه بالريسبونس ده بس، لا. انت بتعتمده عشان في ريكوست تانية هياخد الستاتس كود دي بتاعتك وهيعتمد عليه. فلو انت حطيت له 200 وانت عملت له فورورد للريكوست ده، خلاص ده خلص. هتلاقي ريكوست بعده بقى طالب او بياخد الباك اند اللوجيك بتاعه، او بياخد الستاتس كود دي ويعدل فيها ويشوفها. لو هي مثلا 200 عدي له كذا، لو هي 403 يبقى اعمل له كذا. فاهم؟ فانت عديتها فهمتك للريكوست اللي اه. بعده، مش في نفس الريكوست. فهمت قصدي؟ فهمتك اه. بس لان طبعا هي كبين تيستنج انت مش بتاخد ريكوست واحد، انت في ريكوستات مرتبطه ببعضها بشكل ما يعني. فاهم؟ ماشي، عدنا. اهلا وسهلا يا حد تاني عنده باشمهندس. سؤال؟ هي بس اسراء بتسأل، انا مش فاهمه ازاي ممكن يكون في ستاتس كود. يعني انت قصدك ازاي تعدلي ستاتس كود في الريسبونس يعني؟ تقريبا ده سؤالك يعني. لا تقريبا قصدها ازاي ريكوست يبقى فيه ستاتس كود تقريبا. الريكوست اه. لا ما احنا انت مش بتوقفي انت مش بتوقفي الريكوست، انت بتوقفي الريسبونس. يعني انت بعت الريكوست عادي كده كده، الريكوست ما فيهوش الستاتس كود. هو الستاتس كود كده كده في الريسبونس. بس الفكره بقى ان بيبقى فيه اكسترا خطوه انك بتوقفي كمان الريسبونس. يعني انت مش بتوقفي الريكوست بس. في البروكسي العادي بنوقف الريكوست نغير فيه الحاجه ونبعت وتشوف رد السيرفر. في بقى طريقه انك توقفي كمان، يعني بعد ما السيرفر اصلا رد، عدلي انت الرد ده كمان. هو انت بتنترسبت الريسبونس بقى مش الريكوست. بس دي طريقة يعني مش يعني ما بتجيبش خالص يعني. بس هبقى ليها طريقة يعني. يا باشمهندس تعرف توري لهم الطريقة ولا أوريها لهم أنا من عندي؟ عشان أنت تقريبا عندك بيعلق صح؟ طبعا هو انا وريني. النت عندي مش الطف حاجه دلوقتي، لحظه اه واحده انا مظبطه بس. طب ماشي ظبط. تعالوا كده طب معايا في الشير هوريك ازاي تقدري تعملي حاجة زي كده. انتوا معايا في السكرين؟ اوكي. فل. ماشي. هي حاجة زي كده مثلا. تعال نوقف أي ريكوست شغال في أي حتة عندي دلوقتي هنا مثلا. تعال ناخد حتى جيتسي ده مثلا، نوقف الريكوست ده نفسه. فأنا أهو شغال على كروميوم أهو. خلي بالك الكروميوم ده يا جماعة لما تعملش انترسبت على البراوزر بتاعك العادي، غير لو أنت معاك الاكستنشن بتاعت بتاعت فوكسي بروكسي. ماشي؟
لو انت ما عندكش الاكستنشن دي وانا اصلا ما يعني مش بستعملها، فاستعمل عادي البراوزر بتاع بيرب سويت نفسه اللي انت تفتح الاوبن براوزر هنا عشان الانترسبت يحصل صح، ماشي؟ لان دي الناس هتغلط فيه. اهو، فتعالي مثلا نوقف الريكوست ده، نعمل انتر اهو. اهو الريكوست ده واقف، فانت خلي بالك الكلام ده ما بيحصلش غير في تابة البروكسي بس. بتضغطي هنا كليك يمين، وبتعملي دو انترسبت ريسبونس تو ذيس ريكوست. يعني بتروحي فين اهي، دو انترسبت ريسبونس تو ذيس ريكوست. يعني بيقولي اعمل انترسبت للريسبونس بتاع الريكوست ده. فانت تقومي عامله كده ريسبونس. حلو. انت كده كده مش محتاجه الريكوست في حاجه، انت محتاجه الرد هو اللي تغيريه. حلو. فبتعملي ايه؟ هتعملي فورورد للريكوست عادي. هتلاقي بعد كده بصي قايل لك هنا ايه بقى، ده الريسبونس اهو. الريسبونس نفسه بقى هو ده. بص تعالي كده شيلي بقى ده اهو. بص انت تقدر تعمل ايه دلوقتي في 403 مثلا، تبقى هنا فوربيت. ماشي، انا عشان اعملها عربي فوربيت. فهي مثلا نفترض ان الرد جالك كده. حلو. فهو كان بيقول لي طب ما نشيل ما نوقف الريسبونس زي ما احنا وقفنا الريكوست كده، ونقوم شايلين ال 403 فوربيدن دي، ونقوم كاتبين هنا 200 اوكي. نجرب نعمل فورورد، هيقبل ولا مش هيقبل؟ فهي بقى ده كان السؤال بتاعه يعني. فبقول له اه في حالات فعلا بيحصل فيها كده، بس الحالة دي بتبقى نادرة قوي يعني، ان هو يوقف الريسبونس ويغير الستاتس كود نفسها عشان يفتح السيرفر في ريكوست لاحق. ممكن تحصل حاجة زي كده. ماشي. بس اهو لو خدت بالك لسه هي الحاجات دي كلها واقفة، كلها ريكوستات بقى. فانت بتشوفي بقى ايا كان الريكوست اللي انت عايزة توقفيه، وبتشوفي ايه اللي انت محتاجاه. طبعا ده اي بي اي كي مثلا. هتشوف بقى الحاجات دي. على فكرة انا ممكن اتست على جيتس الاقي في حاجة، عم حاسس ان أنا هلاقي في حاجة، بس يعني ايه، كلها بص حسب بقى. كل دي اند بوينتس بتتنادى وبتبقى محتاجه ان هي تعمل لها ريكوستات. فبص شفت الريل سيناريو كام ريكوست مربوط ببعضه، مش مجرد واحد ولا اتنين زي ما احنا بنوقف في بورت سويجر كده. لا، دي مجاميع من الريكوستات. ده ريكوست، ده ريكوست، ده ريكوست، ده ريكوست، ده ريكوست، كلهم بيتجمعوا بقى ورا بعض. بس فدي باختصار لو انت عايزه توقفي الريسبونس وتشوفي الدنيا ايه يعني. انت شفتيها؟ طيب انا مش عارف تبقى لسه شايف الكلام ده. ظبطت معاكم الحوار ولا لسه مش شايفينه كويس؟ اتفضلي يا اسراء. هو انا بس ما شفتش لما حضرتك كنت بتظبط البيرد سويت توقف الرد اللي هو ريكوست الريسبونس، طب فما انت شفتهاش كانت الشاشة. كده شايفاها طيب دلوقتي معايا؟ الشاشة تمام؟ مش عارف هي المشكلة تقريبا عندي يعني. انت سامعاني تمام طيب؟ طيب ماشي. اهو بيرب اهو. تعال نوقف اهو جيتسي تاني. اهو بتعملي اوبن براوزر اهو. هنعمل انترسبت اهو. بتضغطي كليك يمين على الريكوست اللي انت عايزه توقفي الريسبونس بتاعه. وبعد كده تعملي دو انترسبت. وبعد كده تروحي على ريسبونس تو ذيس ريكوست. تضغطي هنا، تعملي ايه، انت كده كده مش محتاجه الريكوست. هتعملي له ايه، فورورد. تقومي عامله فورورد. هقوم جاي لي ايه، هيجي لي الريسبونس بقى المره دي. خلي بالك ان الاثنين بقى جم قصاد بعض، الريكوست والايه والريسبونس. بس في الحاله دي انا بقول له انا عايز اعدل. فنفترض ان الريسبونس كان كده 403 فوربيد. فهو السؤال بتاعه ان هو انا كنت اغير الحته دي، اشيل 403 فوربيدن، وانا اجرب مثلا اخليها 200 اوكي كطريقه باي باس، يعني ان انا اعدي الفوربيدن ده. فحاجه زي دي هي ممكن اصلا تحصل. وفعلا انا لو غيرت كده عملت فورورد وقبل، يبقى ايه، يبقى هو فعلا الريسبونس ما وقفش صح، او ما رجعش بالسيرفر صح، او مش بيفاليديت في الراجع صح. يعني خلي بالك دي مجموعه ريكوستات كلها بتبقى مربوطه ببعض. فمجرد ان انا قلت له مثلا فوربيدن لا خليتها 200 اوكي، فبقيه الريكوستات دي هتعتمد ان الريسبونس كان اوكي، وهيبعت لي الحاجات اللي هي فعلا اوكي. فكده يبقى انا عديت اصلا موضوع الفوربيدن ده، انا خلاص خدت الريكوستات اللي بعد اوكي. فهمت قصدي؟ فهي مش الريسبونس ده مش مفيد في الريكوستات، مش في الريكوست نفسه، بس مفيد للريكوستات اللي بعدها. لو كان قبل فعلا هتلاقي الريكوستات اللي هي بتاعت الاوكي ديت هي اللي جات لك. لو هي كانت فوربيدن وما عدتش، الريكوستات دي اصلا مش هتلاقيها جات لك، لان هو اصلا قفش ان انت بتحاولي تعملي باي باس للايه، للريسبونس. بس فهمتي؟ بس اتمنى ان هي تكون وصلت يعني. فزي ما قلت لك، بس هي دي فكرة في تعدية الريكوستات اللي ما بعدها، مش الريكوست نفسه. فهمت الحتة دي يا جلتشي؟ بس اتمنى تكون وصلت لكم. بس هو سؤال حلو قوي عامة سأله يعني. ناسي مين، بس هو عاش عليه يعني مسألة.
انا مبسوط انهم بدأوا يسألوا عامة، ده اه شيء يعني جميل اخيرا جدا. هي تقريبا عشان الثغرات عجبتهم والموضوع ما بقاش ممل، فالدنيا عجبتهم يعني. قال لك يلا نجاوب بقى ونتفاعل. بالظبط. اه السيشن مسجلة، ما تقلقوش يا شباب، احنا عارفين ان السيشن مهمة فعشان كده مسجلينها. ماشي. خلاص الدنيا ظبطت عندك يا باشمهندس؟ اعتقد ده هم. طيب جرب كده. نرجع لكم تاني. طيب خلاص خلصنا اللاب ده يا شباب. لو حد عنده سؤال يتفضل. دي آخر محطة خلاص إجابة الأسئلة على اللاب. يثرب حاضر. يعني هي الفكرة كلها مش لينكس أصلا ولا ويب، قصدي ولا نتورك. هو اللي احنا بنشرحه ده كله ما ليه علاقة بسيشن الويب، فتتفرج على الويب بيسكس أهم حاجة دلوقتي عشان تعرف تفهم اللي احنا بنتكلم عليه ده. بس هي كده كده كلها موجودة على التليجرام وعلى اليوتيوب يعني، وهبقى لو في حاجة انت واقع معاك هبقى ابعتها لك عادي، مفيش مشكلة. يلا عادي كمل يا باشمهندس عشان تلحق تحل بقية الأفكار. ماشي. بسم الله. طيب احنا هنتوقف ايه؟ ندخل على تالت لاب معانا اللي هو باسورد ريست جروب لوجيك. ماشي. ماشي. تبدي. عايز ايه؟ الماوس؟ فين؟ الماوس؟ ناخد ال URL ده، تخش على اللاب اللي بعده. بسم الله. طيب اللاب ده أصلا عايز مننا إيه يا شباب في الأول قبل ما نبدأ يعني ندخل على طول؟ اللاب ده عايز مننا نعمل ريست باسورد ليوزر نيم اسمه كارلوس. اوكي، تعال نشوف هنعملها ازاي. زي ما اتفقنا أول حاجة بنبدأ بيها لما نيجي كابنتيشن تيست، يعني لما نيجي نعمل بن تيستنج كيوزر، نبدأ كيوزر عادي جدا بيبدأ يعمل بروسيس عادية جدا، يعمل بكل بساطة يعمل لوجن مثلا وينر وغالبا بيتر، يعمل لوجن. ظهر لنا برضو ماي اكونت ولا اي حاجة، يوزر نيم از وينر، يور ايميل وينر برضو عادي جدا. ماشي. هنا هل هو في اصلا ريسيت باسورد فانكشن عندنا عشان نكسب وقت يعني؟ الصورة هتبقى هناك اكيد. ماشي، مش موجودة هنا، فاحنا هنضطر نعمل لوج اوت تاني. اوكي، نفتح ماي اكونت عادي. طلعت لنا هنا الفورجوت باسورد. اوكي، نفتح الفورجوت باسورد، يقول لك هنا ايه؟ please enter your username or email. اوكي، فاحنا مثلا عايزين نجرب كده بروسيس عاديه جدا زي ما اتفقنا، عايزين نجرب على وينر. اوكي، هنعمل submit. اهو بيقول لك ايه؟ please check your email for a reset password link. اوكي، هندخل على الايميل بتاع الكلاينت يعني اللي هو بيبعت لنا عليه، ندخل نلاقي اللينك اهو، نفتح اللينك. ماشي. طلع لنا ايه؟ انك تكتب الباسورد بتاعتك، النيو باسورد ياسر. ماشي، وياسر نعمل سبميت. نجرب بقى نعمل لوجن تاني عادي جدا بوينر، بس نكتب الباسورد المرة اللي احنا غيرناها اللي هي ياسر. ماشي، نكتب نعمل لوجن، عمل لنا لوجن عادي جدا جدا جدا، مفيش اي مشكلة. طيب دي البروسيس اللي احنا اتفقنا عليها زي ما قلنا كيوزر نيم كمستخدم عادي جدا للموقع. اوكي، نعمل لوج اوت بقى تاني ونجرب اللي احنا عايزين نعمله، اللي هو نعمل ريسيت باسورد لليوزر نيم بتاع كارلوس. اوكي، شوف الفورجوت باسورد. ماشي، بيقول لك هنا enter your username، هنكتب ايه؟ كارلوس. نسبميت. قال لنا ايه؟ check your email for a reset password link. طيب هل هو بعت لي اللينك ده هو على الايميل بتاع وينر ولا بعته على الايميل بتاع كارلوس؟ عايز حد يفوق معايا كده ويرد. اوكي، كارلوس. بعته على كارلوس. يعني احنا لو دخلنا على وينر دلوقتي مش هنلاقي اي حاجه، ده اصلا اللينك القديم، فمش هيبقى مش هيشتغل يعني غالبا. ماشي، فاحنا ازاي بقى ممكن نعمل ازاي ممكن نعمل باي باس للحوار ده؟ حد عنده اي افكار؟ عايز اسمع هبد يعني، عايزكم تهبدوا في السياق عادي، ما عنديش اي مشكله، احنا قاعدين مع بعض. لا، ممكن السؤال تاني عشان ما سمعتش. ازاي ممكن اعمل ايه ده؟ مش مشكله. ازاي ممكن اعمل باي باس لحته مثلا احنا عايزين نعمل ريسيت باسورد لكارلوس، ازاي ممكن اعمل باي باس للحته اللي هو بيقول لك بعت لك اللينك على الايميل بتاع كارلوس؟
وانا مش معايا الايميل بتاع كارلوس، ازاي ممكن اعملها بيربيس؟ عايز اسمع هبدا، عايز اسمع اي حاجه. لو ممكن انترسبت الكونكشن ونبعت الايميل على وينر مثلا لو انا معايا الاكونت بتاع وينر. ممكن. يعني انت بتقول هنا نكتب وينر صح؟ ومن جوه يعني انا ما شفتش الشكل الريكوست، فاحنا يعني هنغير كارلوس ونخليه وينر، بس نطلب اليوزر نيم بتاع كارلوس الاول ونعمل ريدايركت على وينر، على الايميل بتاع وينر. يا اما نشتغل زي ما انت بتقول نكتب وينر وبعد كده اللي هو هيتبعت نخليه كارلوس مش وينر. ماشي، يعني انت عايز تقول لي هنا نكتب وينر عادي ونبص على الانترسبت نخليها كارلوس صح كده؟ ماشي. ماشي نجرب نعمل كده سبميت. بص على الانترسبت، هل في اي حاجه ممكن نغير فيها؟ انت بتقول لي هنا ممكن نخلي دي كارلوس صح كده؟ نخلي دي كارلوس يا باشا، عملنا فورورد. اتبعت لك جيت. ماشي، هل في اي حاجه ممكن تغيرها هنا؟ ممكن تفكر فيها هنا؟ كده تمام. كده تمام، نعمل فورورد تاني. ما تبعتش اي حاجه، مجرد بينج او تيست للشبكه بس. ماشي نروح نشوف السيرفر بتاع وينر هنتبعت له حاجه ولا لا. ماشي، بص على وينر، نوقف الانترسبت الاول. بص نفتح الايميل كلاينت، نفتح الايميل كلاينت هيقول لك هلو بليز فولو ذا لينك مش عارف ايه. ماشي، انت عملت فولو لللينك ده تمام. دخلك ده التوكن كده فيها غلط. هو ما اتبعتش اصلا. ماشي، هو مرضاش اصلا. طيب ده ليه؟ ممكن نستخدم العكس، يعني نطلب الباسورد بتاع كارلوس وندخل يوزر نيم. بس انا هسألك السؤال الاول، هو ليه هنا قال لك invalid توكن؟ ليه مرضوش؟ لان التوكن مش مربوط باليوزر نيم. بالظبط، يعني احنا لما جربنا لكارلوس هو قال لك لا ده اللينك ده مش بتاع كارلوس ما ينفعش تخش عليه صح؟ بس فاحنا انت عايز نعمل ايه بقى تاني ولا كده؟ هنكتب نعمل فورجيت باسورد لكارلوس نفسه. نعمل فورجيت ماشي نجرب نعمل هنا، نعمل ثبت عادي. هو بيقول لك please check your email for reset password link. هو بعت اللينك برضه على الايميل. هنانترسبت الكونكشن وممكن نغير الهوست. طيب لا ده حوار هندخلنا في قصه طويله، ده ملوش لازمه. فخلينا هو احنا ممكن نعمل انترسبت لما نيجي نضغط على ايميل كلاينت، ممكن يظهر مثلا وينر احنا مغيرينها كارلوس فيظهر لنا شوف نعمل انترسبت اون، نضغط على ايميل كلاينت. طلع لك حاجه ممكن تغير فيها؟ لا مفيش حاجه. نعمل فورورد، نبص على الريكوست التاني مفيش اي حاجه برضه. فورورد تاني، تالت رابع خامس سادس، نوقف الانترسبت. فتح لي البتاع عادي جدا. هبدا اصلا هي كانت هبدا من عندي كده مش عارف. لا انا عايز اسمع هبد، والله انا مبسوط بالهبد عادي. ده شيء جميل اصلا انك بتفكر معايا، يعني الهبد ده تفكير برضه، شيء تجزى عليه. ماشي بس هو الموضوع اصلا كله محتاج تفكير عامه. يعني انت دلوقتي بص، انت معاك ايه ومحتاج ايه. انت دلوقتي معاك اكونت واحد حلو ومعاك الايميل بتاعه، التاني انت معاك اليوزر نيم بتاعه بس معاكش الباسورد. بس في نفس الوقت انت عندك خاصيه مهمه جدا اللي هي بتاعت الايه، الفورجوت باسورد. فانت محتاج تستغل الفيتشر بتاعت الفورجوت باسورد عشان تعملها لكارلوس. عشان ايه؟ تعرف تعدي الباسورد بتاعه بدل ما تعمل طب انا بروت عايز فورس على اسالكم الباسورد سؤال، مباشره كده. سؤال للشخص اللي كان بيقول لي على حوار ان انا اعمل انترسبت للريكوست ده، صح؟ اللي كان بيتكلم عايز يتكلم تاني. انا موجود اهو. انت ماشي، عايزك مش انت بتقول لي اعمل انترسبت على الريكوست ده؟ ماشي، طب ما تيجي نجرب كده. كده ازاي المقصد؟ ماشي نجرب نفتح نعمل البروسيس بتاعت وينر تاني، نعمل سبميت. ماشي قال لك ايه؟ الريسيت باسورد. ماشي فتحنا الايميل لقينا اللينك ده. ممكن ننترسبت ده نغير كارلوس جوه، يعني نشوف ده هيبقى ايه جواه. يعني قصدك يعني احنا نفتح دي ممكن نغير دي. ممكن نعمل بدي نكتب الباسورد الجديد مثلا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 صح بقى 1 2 3 واحنا بس انترسبت الاول قبل ما تدوس سبميت. نعمل انترسبت اون، نعمل سبميت. بص ايه اللي وصل لنا، احنا عملنا سبميت.
عملناش سبميت، نعمل سبميت. ماشي، نبص هنا اهو، طلع حاجات كتير قوي. ممكن نعمل ايه في حاجات كتير قوي دي؟ بص عليها كده نقراها. اقرا كده الريكوست وحلله صح، هتلاقي ان في حاجة كده مميزة قوي. هو في مثلا يوزر نيم في تحت يوزر وينر تحت. وهو ما كانش طالبه هناك، ما احنا ممكن نغيره هنا. ماشي يعني ممكن جميل. تكتب هنا نكتب بس كارل. دي اول خطوة، تكتب بس لازم كارل. تلحظ الريكوست كله، ركز على الريكوست وكان كله كمان. كان في استنى. اللي هو المره اللي فاتت قال لك لما عملت كده قال لك انفاليد توكن. بالظبط. بالظبط. انت ممكن بالظبط. تعمل ايه؟ انت كده لماح ما شاء الله عليك. انت اسمك كده ايه؟ بتلمح اهو. يوسف هو الريفرس، عالمي. الراجل الريفرس بتاعنا. جميل. انت خدت بالك ان في توكنات صح؟ اه بس انت واخد بالك من كلمة توكن موجودة فين وفين؟ اه في الريكوست وفي في البوست وفي في انت الهيد. خدت بالك ان مكتوب مرة فوق في الهيدر مره ومرة فوق مكتوب في مرة تحت. البادي؟ فاحنا ممكن نشوفهم هل بيفاليديتوا مع بعض اصلا ولا لا. بالظبط. انت لا لا لا، خد سقفة، خد يا راجل انت سقفة والله. عالمي والله جدع. هيبقى ماشي، ممكن نعمل ايه؟ مثلا آه نمسح دي. ما ممكن نمسح دي خالص، بس ما تسيبهاش فاضي عشان ممكن يقول لك مطلوبه في البرامج. وارد على فكرة ان هي تبقى فاضية، بس جرب يعني. انت هتجرب انت بيجرب، تكتب ابعتها له على بتجرب الريبيتر، ابعتها له على الريبيتر يا باشا عشان عينيا. خلي بالك. بص انت الريبيتر بقى بتجرب براحتك فاهم، فانت ابعت على الريبيتر لو انت متأكد يعني كذا مرة عايز تجرب، حطها على الريبيتر. ماشي. تعال ريبيت. هنجرب نعمل كده نجرب ونشوف السند. يعني ايه فاوند؟ فاند بس 302 302 ده هيبقى عمل لنا ايه؟ بيرجعني على الهوم دايركشن. ممكن، بس هل انت وممكن متأكد يعديك انها على صفحة تانية. طب نعمل هل انت فول. متأكد هو عملها في دايركشن؟ هل انت متأكد انها بتاعت اللوجن عادي هو او ممكن بتاعت يكون بيرجعك ورا او ممكن يكون بيقدمك قدام. طب دوس ري دايركشن ونشوف هيودينا فين. ماشي بالظبط. الريدايركشن؟ ريندر كده. ريندر. آه مش مشكلة، خلينا هنا في البروكسي. ماشي، نجرب نعملها فورورد عادي. بما تمام اننا مسحنا التوكن تمام. وكتبنا يوزر نيم اسمه كارلوس، نعمل لها واحنا ممكن نشوف ماشي. الماي اكونت، اللي هو الزرار بتاع ماي اكونت بيبقى ليه لينك على ما اظن، هيوديني الوينر ولا يوديني الكارلوس. هناك في ممكن، الريبيتر. بس احنا وصلنا هنا اوريدي. اه تمام فتيجي ماشي. نكمل الاخر فاهم؟ تمام ممكن نعمل انترسبت اوف خلاص، من اننا غيرنا اللي احنا عايزينه. ماشي. بص هنا ايه اللي حصل هنا. نشوف ماي اكونت. هو رجعني قال لك الهوم. ريدر، ترجعك للهوم. طب انت كنت كاتب الباسورد دي 1 2 3. 1 2 3، فنيجي نجرب كده نعمل لوجن عادي. كارلوس 1 2 3، جرب لوجن. ايه اللي حصل؟ ايه اللي كالكوليشن حصل؟ بس. عد. هو شوف عمل لك ريدايركشن لورا، بس هي سمعت في الباك اند في السيرفر. بالظبط. ليه؟ لان التمب ديت هو بيشيك على التوكن اللي فوق مش على اللي تحت. فانت من تحت، انت لما مسحتها له خالص التمب توكن ديت ما عملش عليها فاليديشن، لا التوكن اللي فوق دي كانت موجوده صح. عمل لك ايه؟ التوكن دي صح. ايوه روح على ريبيتر 7 هو عارف ان المشكلة هي توكن فاليد، باشمهندس. مش تبع اي يوزر. ايوه روح على الريدايركشن من ورا بقى، ارجع تاني خطوه باك كده. هو ماشي. ايوه اهي. بص انت خدت بالك تم فورجيت باسورد توكن، هو الباك اند عامل ان هو يشيك على الفورجيت. ايوه دي ما عملش بقى دهيت نسي فاليديت على مين؟ على على اللي 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 تحت. تحت تحت دي. اللي احنا بس مسحينها. اه طبعا انت طب معديك عادي جدا. كباج هانتر الباسورد بقى عاملة ريست. في الريل سيناريو، لو التوكن دي انت شلتها من تحت وما نفعتش، تجرب تشيل مين؟ هشيل تجرب اللي تشيل فوق، اجرب اشيل بالظبط، اللي فوق، تجرب اغير تشيل التوكن الميثود. اللي فوق. طب لو ما نفعتش ممكن ممكن تجرب اغير تعمل الميثود ايه؟ من بوست اخليها جيت. ممكن يكون فيه بالظبط. فاليديشن عليها. بالظبط ممكن تجرب تعمل ايه في التوكن برضو. ان انت لو خدت بالك، هو لو رجع كده القيمه بتاعت التوكن اللي تحت كده يا باشمهندس. ما هي نفس هي اللي فوق. هي البتاعة طارت ورا باين. كنترول زد كده من هنا. أظن ايوه مش هترجع هترجع. غالبا. اضغط عليها كذا ما مره. علينا، ممكن ما هو نعمل كده. علينا. ما فيش هي سهم كنترول. لورا عشان ترجع. لا لا. هي التوكن كانت، لو خدت بالك هي الريكوست الاصلي هتلاقي ان التوكن الاتنين دول زي بعض. هو اه ممكن ما يكونش ممكن فعلا بيكون بيفاليديت على اللي فوق بيفاليديت على اللي تحت، بس اللوجيك بتاعه في الفاليديشن ان هو يعمل ايه؟ انه حرفيا ياخد السترنج اللي تحت يقارنه بالسترنج اللي ايه؟ اللي فوق. اللي فوق. لو لقاهم الاتنين تيبيكال يقوم ايه؟ معدي. طب بس ايه رأيك لو ممكن. انت قمت شايل التوكن دي كلها وخليتها تحت اكس، وقمت فوق شلتها وحطيتها اكس، ايه اللي هيعمله؟ هيقوم مم. بس يشيك على كلمة اكس واكس لقاهم زي الاتنين زي بعض بعض. يقوم ايه؟ بالظبط كده. طب لو ما نفعتش اكس، وممكن يبقى انت أصلا تجرب تعمل ايه؟ انت مثلا عديت عدد السترنج ده لقيته مثلا 14 كاركتر فوق، 14 كاركتر ايه؟ تحت. مم. فانت تجرب مثلا تعملهم 14 14 عشان ممكن يكون بيشك على اللينس بس على الطول فاهم؟ تمام. بس
فانت بتقعد تجرب سيناريوز بقى، يعني ممكن اصلا تمسح دي، ممكن هو اصلا ما يكونش عامل ميتيجيشن لانك لما تمسحها تعمل ايه او المفروض يعمل ايه، بالظبط ممكن لو عمل لك ريدايركشن على طول عادي جدا. هي فانت بتقعد تجرب موجوده سيناريوز. موجوده كمان في الريفيرر، فهو ممكن يكون بيتشيك الريفيرر برضه. بالظبط. انت ممكن بالظبط. تقوم شايل اصلا بقى تمب فورجيت باسورد توكن ايكوال بكل القيمه اللي بعدها، يعني تشيل كل دي خالص، تخلي اول كلمه هي يوزر نيم في البادي. هنشوفها ازاي تقوم هيهندل ان ما يكونش البارامتر بالظبط، مدروس اصلا. تقوم شايل دي كلها كده وتشوف ايه اللي هيحصل. بس خدت أيوة. بالك ولا فاليديت عليها ولا هي بالقيمه، يعني ولا بالكي بتاعها ولا بالفاليو، مم. عداها. فهمت؟ بس تمام. فكل دي سيناريوز تجارب. انت كاوثنتيكيشن بتجرب واحد، ما نفعتش تجرب التانية، ما نفعتش تجرب التالتة، ما نفعتش تجرب الرابعة، لحد ما تلاقي واحدة ايه طق قامت جت معاك. فهمت؟ بس هي اصلا على فكرة يعني من بعد الخطوة اللي احنا بنقول ده كل البنتريشن تيستنج بالمنظر ده. بتشوف سيناريو، تجرب تفهم النورمال لوجيك بتاعها، جرب كل الفيتشرز، جرب الريسيت باسورد، جرب الايميل، جرب مثلا تعمل نفسك ادمن مثلا مره، جرب نفسك تعمل يوزر عادي، اعمل اكونتين مع بعض وجرب ايدر، جرب مثلا تحط اكونتين مع بعض وتشوف مثلا لو في لوجيك توكن، في لوجيك مثلا شغال بكوكي، تجرب مثلا لقيت كوكي تفك التشفير بتاعها تغير القيمه. كل الكلام ده بقى هنشوف سيناريوهات ليها كتير يعني. بس النهارده احنا شرحنا السيناريوهات بالهبل يعني، اصلا حاجات ريل سيناريوز يعني. بالظبط. فحلو يعني، صح كده. الصراحة عايش يا يوسف، يعني انت لماها الصراحة، لمحتها حلو اه الصراحة، عايش. كويس انك لمحت حوار التوكن ده، عشان كنا قعدنا نشرح فيه سنتين ده، بس انت كويس حبيبي انك يا شفته. يوسف. ماشي. بس حد عنده اي سؤال قبل ما نروح على اللي بعده؟ مم. اوكي، ندخل على اللاب اللي بعده. بسم الله، نعمل اكسس لاب في الحوار دي كلها. ننضف الريبيتر المرة يعني.
ناخده هنا الأول، نوقف الانترسبت، نعمل هنا يسر يسر، نعمل انترسبت اون. اوكي لوجن، ماشي، طلع لنا الريكوست بتاعنا. نعمل نبعته الانترودر، نعمل عليه روت فورس عادي، ماشي. هنعمل هنا اد نخليه فاريبل، نعمل هنا اد نخليه فاريبل كمان. ناخد بقى الستات اللي هو كان مديها لنا، نرجع لله. يلا خدنا الليست. اوكي نفتح بيرب سويت، نخليها اول حاجه كلاستر بومب، ناخد اول واحده، حطينا لستة اليوزر نيمز، نرجع ناخد الباسوردز، نحط الباسوردز للبيلوت التاني. اوكي نعمل بيست بس، نعمل ستارت اتاك. حد عنده اي فكره، حد عنده اي ملاحظ اي حاجه؟ نظن مش لغايه دلوقتي، فاحنا هنعمل ستارت اتاك وبيجرب. فطلع لنا كلنا برضو اللي انتوا لاحظتوه في اللاب اللي فات، ان اللينكس كلهم متغيرين، ماشي، والستاتس كود كلهم ثابتين اللي هي كلهم 200. طيب ندخل على الريكوست ده مثلا، ندخل على الريسبونس بتاعته، نبص ايه اللي رجع لنا. رجع لنا ايه المره دي؟ كبر كده شويه، طلع عندنا ايه؟ حد يقرا لي كده. ريت ليميت. كده حاطين لنا الريت ليميت على اللوجن بتاعنا. يعني احنا ما ينفعش عامل لنا ميتيجيشن او عامل لنا حاجه تحمي الموقع بتاعه من البروت فورس، وهي الريت ليميت. الريت ليميت ده هيدي معنى انه مديلك ليميت بعدد اللوجنز اللي انت ممكن تعملها في الدقيقه مثلا او في النص ساعه دي. يعني مثلا انت عملت 5 لوجنز، بعدها ما يقول لك بليز تراي اجين ان 30 minutes، ما ينفعش تدخل تعمل لوجن تاني خالص. اي لوجن انت هتعملها حتى لو كانت صحيحه يقول لك لا غلط بعد لغايه ما تعدي نص ساعه دي. فهمت قصدي؟ فمهما انت بعت اصلا ريكوستات بحاجه صح اصلا، حتى لو جت حاجه صح فيهم يقول لك لا انت لازم تستنى نص ساعه. هو اكتشف او كشفنا واحنا بنحاول نعمل بروت فورس اتاك على الموقع بتاعه، قال لك لا اقف لحد هنا، حتى لو انت بعت لي حاجه صح انا مش هقبلها منك. انت قصدي؟ فممكن نعالج الحوار ده ازاي؟ حد عنده اي فكره؟ على حسب هو بيريت ليميت على ايه اساسا. يعني هو بيشوف مثلا بالظبط. الاي دي، ولا بيشوف الاكونت نفسه، ولا هو بيريت ليميت على ايه؟ بالظبط، هو بيريت ليميت على ايه مع يعني في تفكيرك كده؟ فكرها يعني، فكر من ناحية نتورك شوية. انت جيت اه دلوقتي، انت لما بتعمل طلب ايه اللي بيروح اللي بيروت كنتورك بقى، ايه اللي نتورك بيروح؟ اي دي. لا من ناحية نتورك، ما تفكرش من ناحية ويب، انت كده عمال بتفكر من ناحية ويب. طب هو احنا ممكن، لا مؤاخذة جلitch، تمام. فكرها من ناحية النتورك. ممكن نستخدم تريس نشوف ايه الريكوستات اللي بتروح. ماشي. يعني لو في مثلا حاجة زي الاكس فورورد 4 مثلا، او هوستس او حاجة زي كده بتتبعت، فهو بيريت ليميت مثلا على الاي بي مثلا. فاحنا هي الريكوستات، ما هو ما قدامك ريكوست اهو، انت عايز تشوف واحد من لا الريسبونس بتاعت الانترودر اللي هو يعني. نودي له الريبيتر ونعمل تريس، نغير البوست نخليها تريس عشان نشوف لو في هيدرز تانية مستخبية. يعني انت عايز تعمل ايه هنا دلوقتي؟ خلي البوست تريس. خلي بوست تريس يعني ممكن كده صح؟ مش كده صح؟ لا في ايه بس سنت ميثود نوت الاود، مرضاش يرجع لك اي حاجه. خلاص طيب ممكن نعمل ايه نحط تاني؟ الاكس فورورد 4 دي، نجرب مثلا يكون هو بيريت طب هو ايه اصلا اكس فورورد 4؟ هو هيدر بيقول للسيرفر ان الريكوست ده طالع من الاي بي رقم اللي هو كذا. جميل بمعنى ماشي عايزك تشرح يعني. لي. بمعنى هنا من ناحية النتورك ده معناه ايه؟ إن يعني ان الجهاز الاي بي كذا هو بعت الريكوست ده. ماشي يعني يعني بيغير انت. الاي بي بتاع الجهاز اللي بيبعت منه الريكوست، صح اه كده؟ اه يعني انت دلوقتي لو قلنا هو مبدئيا زي ما هو قال مظبوط فعلا، في اكس فوروردد 4 اكس فوروردد 4 بيكتب كده، يعني هتزوده عادي جدا في البادي بتاع
بتاع الريكوست بتاعك هتزود مثلا 192 168 ايا كان، ماشي، دوت 5 دوت 1 ولا ايا كان، ماشي، مش هتفرق، هو اصلا ما بيعملش تشيك في الليبت في الحاجات دي، ماشي. فانت اصلا ممكن يعني في الريل سيناريو انت لازم تكتب الاي بي الكامل طبيعي، ماشي، لكن فبيننا وبين بعضينا كده في البورت سويجر انت ممكن تكتب له واحد عادي جدا، وهيعمل تشيك عليه وهيعمل لك فاليديشن عادي جدا ومش هيقول لك اي حاجه، ماشي. لكن اللي انا عايز اوصله بقى اكس فوروردد فور ده اصلا معمول ليه كهيدر؟ ليه خلق الاكس فوروردد فور؟ كيف بدأ الخلق؟ عشان لو مثلا عايز اكسس بورتال انترنال، بمعنى يعني مثلا ان الادمن دي انا مش هعرف اكسسها غير من لوكال هوست، مثلا فانا مانجر عايز اكسس الادمن دي بره الشركه، هعمل ايه؟ فببعت الاكس فورورد فور دي جوه الريكوست. بس هو ده مش بيخلي دلوقتي في تعتبر ثغرة او بتصعب لك الدنيا اكتر، بتعقد لك security اكتر؟ طبعا. فليه برضو من ناحية السكيورتي، او ليه في حاجة كده من ناحية السكيورتي اكتر؟ عايزة من ناحية السكيورتي اكتر. ما هو ثانية لو الاكس فوردد فور دي اقدر يعني اللي هو بتقول للموقع او للسيرفر الريكوست جاي من الاي بي ده، ما هي دي لوحدها تدمر الريت ليميت اصلا، لان كده الاتش تي تي بي هو السيرفر بتاعك مع كل ريكوست جاي له على اساس ان هو ريكوست جديد ملوش علاقه بالجدام كله. تمام. بالظبط. فانا ممكن احط الاكس فوردد فور دي من اول واحد لحد ما انا نهايه بقى ابعت مليار ريكوست عادي، وكده كل ده كل واحد ده اول واحد يجي لي. بالظبط. هل بقى اكس فوروردد فور ده هو الهيدر الوحيد اللي ممكن يعمل لك حاجه زي كده؟ لا، في 3 4 تاني برضه، ماشي. بس اللي انا عايز اتكلمكم فيه بقى دلوقتي ايه فايده برضه اكس فوروردد فور من ناحيه السكيورتي شويه. انا عايز اشرح لكم حته كده ايه فايده اكس فوروردد فور عامه. حد عنده اي فكره؟ هو اللي انا اي اعرفه هبل. ان هي تبقى يعني معموله من الديفلوبر، يعني هي مش حاجه اساسيه في البراوزر، على قد ما الديفلوبر هو اللي بيعملها، عشان اي حاجه بتبدا باكس على النظام اللي هي الاكس داش دي، بحيث ان هو يمبلمنت فيتشر هو عايزها في الريكوست. ممكن، لكن من الاسباب او يمكن السبب الرئيسي ان حاجه زي اكس فوروردد فور اتعملت من ناحيه السكيورتي طبعا، ان مثلا افترض، يعني انتوا عارفين طبعا حاجه زي الديدوس اتاك او الدوس اتاك، صح؟ دينايل اوف سيرفيس، صح؟ الدينايل اوف سيرفيس ده بيتعمل ازاي؟ يبقى عندك مثلا بي سي بتاع الهاكر، صح؟ والسيرفر، ماشي. فالبي سي بتاع الاتاكر بيقعد يعمل ريكوست مليار ريكوست، صح كده؟ لحد ما السيرفر بتاعنا يقع او السيرفر بتاع الويب سايت يقع، صح؟ تمام. ايه بقى الميتيجيشن بتاع الدوس اتاك، او ايه طرق الحمايه من الدوس اتاك؟ بنعمل ايه عشان نحمي السيرفر من الدوس اتاك؟ اللود بالانسر. اللود بالانسر ده بيبقى ايه، عباره عن ايه في نص، يعني في نص الحوار ده كله؟ بيبقى جهاز كده زي كانه بروكسي، بس بالظبط، انترميديت برضه هو نسميه وسيط. عامة هو مش كأنه بروكسي، هو فاكر هو أصلا هو بروكسي، هو ده الريفرس بروكسي أصلا. يعني هو مش كأنه هو ريفرس بروكسي فعلا اللود بالانس. فبمعنى ان اي مثلا من البي سي بيبعت الريكوست ده بيروح للود بالانسر. اللود بالانسر ده زي ما الاخ قال، اللود بالانسر ده هو بيوازن الريكوستات. مثلا انت دلوقتي عندك السيرفر ده الحزين المسكين الوحيد ده اللي البي سي او الاتاكر عمال يبعت ريكوست مليون ريكوست لحد ما السيرفر خلاص هيفرقع ينفجر. فباي ديفولت اصلا اي شركه او اي ويب سايت يبقى ليه اكتر من سيرفر عادي، مثلا سيرفر 1 سيرفر 2 سيرفر 3، ماشي. فحوار اللود بالانسر ده بقى بياخد الريكوستات اللي جايه من اليوزر، مثلا يبعت الريكوست مثلا ده ريكوست 1 بعته لسيرفر 1، ماشي. ريكوست 2 بعته لسيرفر 2 مثلا راح هنا، ده ريكوست 2 راح لسيرفر 2 هنا، ماشي. ده فائده اللود بالانسر، بيوزع الريكوستات اللي طالعه من اليوزرز، ماشي، عشان السيرفر ما يقعش او عشان يحمي برضو السيرفر او الويب سايت من الدوس اتاك، ماشي. طب هنا دلوقتي افرض بقى ان السيرفر كان عامل اصلا او الويب سايت كان عامل ريت ليميت، طب ما اللود بالانسر ده ليه اي بي واحد، فاهمين قصدي؟ فهو مهما قعد يبعت في مليون ريكوست جايين من اليوزرز مختلفين،
كلهم طالعين من اي بي واحد. طب السيرفر مين هيعرف ان اصلا الريكوستات دي كلها جايه من اللود بالانسر مش من دوس اتاك؟ ليه مش هيعمل له بلوك؟ لا السؤال قول السؤال تاني. يعني مثلا دلوقتي عندك البي سي او اليوزر طلع ريكوست لللود بالانسر، فاللود بالانسر بعته لسيرفر 1. تمام. بعدها بي سي تاني او يوزر مختلف تاني بعت ريكوست تاني، ماشي، بعت ريكوست عادي جدا، هو بني ادم طبيعي عادي بعت ريكوست، ماشي. فاللود بالانسر برضو بعت الريكوست بتاعه لسيرفر 1، وسيرفر 1 ده اصلا عليه ريت ليميت. هيعرف منين بما ان اصلا الريكوست اللي جاي من اللود بالانسر ده راجع او رايح للسيرفر باي بي واحد اللي هو الاي بي بتاع اللود بالانسر ذات نفسه؟ هيعرف منين بقى ان كل الريكوستات اللي داخله له دول من نفس الاي بي ده بتاعت اللود بالانسر مش بتاع الدوس اتاك؟ بالاكس فورورد. الاكس فوروردد بالظبط، فهي دي فائده الاكس فوروردد، فهمت قصدي؟ عشان كده بقول لك يسيب الاي بي الاصلي بتاع الكلاينت الاساسي مش بتاع اللود بالانسر. بالظبط، عشان يغير الاي بي بتاع اللود بالانسر كل مره بيبعت فيها ريكوست. يعني مثلا الاي بي بتاع اللود بالانسر في اول ريكوست بعته للسيرفر 1 كان مثلا 1، الريكوست اللي بعده بتاع الريكوست 2 بقى الاي بي بتاعه 2، بقى 3، بقى 4، بقى 5، فكل ده مش هيعمل له ريت ليميت او مش هيعمل له بلوك، فهمت قصدي؟ فدي فايدته كحاجه تكنيكال يعني في السكيورتي. بس تعرفكم المعلومه دي. حد بص يا عنده؟ جماعة إن هي الحتة ديت ليها علاقة أكتر بمنظور النتورك مش بمنظور الويب. فهي الانفراستراكشر أو البناء بتاع النتورك بيبقى بي سي وسيرفر بينك وبينهم نتورك حلو. فقبل ما بتوصل للسيرفر هو بيبقى حاطط جدار وراه اللي هو اللود بالانسر أو اللي هو نوع من أنواع الريفرس بروكسيز، وحاطط لود بالانسر واقف كده في النص قبل ما تقابل السيرفر مباشرة، بحيث إن هو يعمل إيه؟ لو جاله مثلا مليون ريكوست ده ما يوصلش للسيرفر مباشرة، لا يخليه مثلا 50,000 ريكوست بس، بحيث إن السيرفر يقدر يتحمل حاجة زي كده. طيب جميل، أنت بقى المفروض أنت لو بتحاول تبعت مليون ريكوست ولا حاجة واللود بالانسر ده جه يوقف الدنيا هنا، حلو. طيب النورمال بروسيس اللي هيحصل ان هو هيعمل ايه؟ هيلاقي ان نفس الاي بي ده رايح كذا مرة من اللود بالانسر، فهيقوم ايه بلوك. خلاص ده ايه؟ واحد بيحاول يعمل مثلا دوس اتاك، او واحد بيحاول يكسر موضوع الايه الريت ليميت، فطبعا الريت ليميت هيوقفه. او لا انت عملت كذا لوجن بايه بنفس الاي بي بتاعك ده اللي داخل لي، فايه انت بالنسبه لي كده بلوك. فالحل ان انت بتعمل ايه؟ تقوم ضايف في الهيدر اللي هو اكس فوروردد فور ده. ده بيعمل ايه؟ ده زي ما يكون اللي هو بيوهم ان انت داخل باللود بالانسر باي بي مختلف، ماشي. فهو بالنسبه له انت مش نفس الشخص، انت بقيت شخص مختلف. فانت بقيت واحد، شخص واحد وشخص اتنين وشخص تلاتة، مش نفس الواحد بعت مليون مرة. فهو هيعتبرك ان انت شخص وهو شخص، فهو مضطر ان هو يرد عليك ويرد ايه عليه، لان انت كده المفروض بترد على كل اليوزرات اللي بتبعت. فهو بالنسبة له انت كده كسرت ايه؟ كسرت الجدار بتاع الريت ليميت، وبالتالي اللود بالانسر ما هوش شغال خلاص. هو ايه ده بالنسبة له؟ داخل اتنين يوزرز، فلازم هيتصرف يرد على ده وايه ويرد على ده. فانت بقى هنا كسرت موضوع ان انت تقدر بقى ايه تكسر اللود بالانسر ده وتعملها ايه كبروت فورس، وهتلاقي نفسك عديت عادي خالص. بس فهي الاكس فوروردد فور هي بتوهم النتورك بصفة عامة ان انت داخل بكذا اي بي مش باي بي واحد. بس دي فكرته يعني باختصار، حاجة يعني طرق من طرق الباي باسز للاي بي بلوك. طب ثانيه، سؤال مهم كمان. ماشي. دلوقتي الليله دي فيها 3 اي بي، تمام؟ الاي بي بتاعي، الاي بي بتاع اللود بالانسر، صح والاي بي بتاع الباك اند. اوكي. بالظبط. لو بطريقه ما عرفت اوصل للاي بي بتاع الريسيرفر، طب ما كده اللود بالانسر ملوش لازمه، لان انا هروح بلفت من وراه حرفيا. لا ما انت خلي بالك، هو الدنيا مش بالبساطة دي. هو مش مجرد انك عرفت الاي بي بصفة عامة، ده اللي هقوله لك ده بصفة عامة. مش معنى انك عرفت اي بي بتاع سيرفر او حاجة فان هو هيديك الاكسس عليه، ده حاجة مستحيل. زائد انت لو يعني نفترض ان انت اصلا اللي انت بتقوله ده حصل، برضه مش هتعرف تاكسس ليه؟ لان السيرفرات اللي انت بتاكسس عليها ده بيبقى شغال برايفت اي بي. وانت عارف ان يعني لو انت دوست معانا في النتورك ده، إيه الفرق بين البابليك والبرايفت اي بي؟ ايوه ايوه بابليك ايوه بابليك اي بي ده اللي هو اللي طالع من الشبكه كلها مش من السيرفر بس، صح كده؟ بيبقى طالع من ايوه. الراوتر، من الراوتر نفسه لبره.
فانت وليكن انت بتقول بقى، يعني خلينا نقولها تكنيكال، انت وليكن عرفت اي بي الراوتر بتاعهم مثلا، ماشي، هتعمل ايه بيه؟ فاهم؟ انت مش هتعرف تدخل انترنالي، انت مش هتعرف تتعمق لجوه، فاهم؟ هتدخل ازاي على البرايفت اي بي؟ ف ولنفترض برضو، يعني كل ده انا بفترض معاك ان انت عرفت البرايفت اي بي بتاعه، وعرفت بطريقه ما تاكسسه. هو بنفسه اصلا بيبقى حاطط فاير وول، عارف؟ بيقول لك مثلا الاي بي واحد واثنين وثلاثه دول هم بس اللي يدخلوا السيرفر، اي اي بي تاني لو دخل لك بطريقه ما اعمل له ايه؟ بلوك. ف يعني اللود بالانسر بيشتغل بالنسبه للسيرفر زي الاكسس بوينت بتاعت البيت كده. اه بس لا، هي كده كده اللود بالانسر بس هو بيوزع الريكوست، بس هو اللي بيطلع كاكسس بوينت هو كده كده الاكسس بوينت عادي. يعني هو بيبقى سيرفر، بعدها اكسس بوينت، وراها اللود بالانسر، وراها الجهاز بتاعه. ده لو انت عايز تعرف الانفراستراكشر كامله يعني. اوكي ده فاهم؟ فاهم. فاهم. بس فانت بقى عشان يعني انت لما بتعدي من مرحله اللود بالانسر بتدخل على الراوتر، ومن الراوتر هتدخل على السويتش، ومن السويتش هتدخل على ايه؟ على السيرفر. فانت لو تعمقت ودخلت واخترقت، يعني ولنفترض الراوتر، فانت واقف قدامك مين؟ واقف قدامك الفاير وول بتاع السيرفر نفسه، هيمنع عنك اصلا ان انت تدخل للنتورك بطريقه انترنالي، فاهم؟ الا بقى لو انت عملت ايه، الا لو انت رحت بقى بطريقه فيزيكال كده باللابتوب بتاعك، ودخلت جوه الشركه، وعارف السيرفر ده وعارف النتورك، ودخلت انت بقيت جوه الايه؟ النتورك. هنا بقى انت بقى تشوف بقى انت ممكن تعمل ايه جوه النتورك، فاهم؟ اتاكس بقى، دي اتاك نتورك بقى، ما هياش ويب، خلاص انت كده طلعت بره نطاق الويب، فاهم؟ اوكي تمام. بس فاحنا هنا في البيرب انترودر هنزود ايه؟ الاكس فوروردد فور، ماشي، عشان نكسر حوار الريت ليميت. ماشي، نكتب مثلا واحد، نعمل على الواحد دهيت نخليها اتريبيوت، ماشي، ونعملها بروت فورس عادي جدا زي ما كنا بنعمل، بس المرة دي مش هتبقى سمبل ليست، في طريقتها من البروت فورس اللي هي نمبرز. ماشي، مثلا بيقول لك من او فروم، يعني من واحد، احنا عايزها من واحد عادي جدا، بس بعد اذنك حبيبي واحد، ماشي، بعدها to 500، ماشي، بس from 1 to 500 بس. والستيب بتاعتك بتمشي بتزود واحد كل مرة، أو بتكريمنت واحد كل ستيب أو كل ريكوست بتبعته، ماشي. فاحنا دلوقتي عاملين 3 اتريبيوتس كل بالكلاستر بومب. أنا بحاول أفكركم باللاب تاني عشان حاسس إن احنا سرحنا سيكا. فعملنا أول اتريبيوت بتاع الإكس فوروردد فور، خليناه نمبرز، زودنا خلينا مثلا في إكس فوروردد فور من 1 ل 500، نزود واحد كل مرة، ماشي. تاني اتريبيوت بتاع اليوزر نيم اللي احنا حاطين فيه احنا حاطين فيها الباسورد، فده غلط، مش مشكلة، نرجع تاني نبص على فين دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت الباسورد. اوكي، فين البتاع؟ نعمل كلير، نحط دي بتاعت الباسورد، ماشي، نرجع ناخد بتاعت اليوزر نيمز، نرجع ناخد دي، نحط الستيت اليوزر نيمز على الاتريبيوت بتاع اليوزر نيم، تمام كده. كده عملنا 3 اتريبيوتس، نجرب بقى الستارت اتاك نشوف هيرجع لنا بايه. كل ده ماشي واحدة بواحدة عشان محدش يتوه مني، بس أتمنى تبقوا مفاوقين معايا لسه يعني. ماشي، نشوف واحد كده من الريكوستات، يمكن يكون عمل لنا ريت ليميت تاني واحنا مش عارفين. بص، ما عملناش، قال لنا invalid user name or password، ما قالناش زي المرة اللي فاتت استنى 30 دقيقة مثلا. نشوف التاني نفس الكلام، تالت نفس الكلام. كده احنا اتأكدنا ان احنا عملنا باي باس لحوار الريت ليميت، صح كده؟ فالمفروض بقى نقعد نستنى اني في واحد فيهم الريسبونس الصح او اني كريدنشال صح كده. نقعد نقلب في اللينث والستاتس كود نشوف في حاجة مختلفة، نستنى. حد مش فاهم حاجة لغاية دلوقتي، لغاية ما بيشد شوية؟ تمام. عامة يا كوتشي، برضه أنا عايز أقول لك حاجة، خلي دايما، عشان أنا الغلطة دي كنت بغلط فيها كتير، أنا كنت بدمج الفولنربيلتيز بتاعة النتورك على بتاعة الويب.
باجي افكر من ناحيه النتورك وافتكر ان انا اقدر اطبقها في الويب، فاهم؟ حاجه زي دي هي بتبقى مستحيله. يعني انت لو فكرت من نطاق اي بي وانفراستراكشر بتاعته ازاي اقدر اخترقها، انت حاطط ايه؟ انت حاطط جزء نتورك على جزء ايه؟ ويب. فدي مش هتظبط، فاهم؟ يعني انت بتأتك يا ويب يا بتأتك ايه؟ نتورك، فاهم؟ انت كباج هانتر هتأتك على الويب بس لو انت هتبقى بين تيستر فانت هتأتك على النتورك وهتأتك على على الويب، فاهم؟ بس فاهمك اه. وعامة حتة زي النتورك دي يعني بالنسبة لي أنا معرفش، بحب النتورك ماشي، عامة عشان يعني، نسكيب شايف إن الحوار هي ده كله فيها عشان حاجات كتير، فاهمني؟ هو النتورك حلوة جدا جدا. بصراحة، أنا بس بحبها برضو أوي يعني. بس هي الفكرة بس إنك يعني اعرف أنت إمتى بتأتك نتورك وإمتى بتأتك كويب، فاهم قصدي؟ عشان بس أوكي. ما تخلطش الاتنين مع بعض. ماشي، عشان نسكيب الحوار ده كله بقى، عشان هو هيطول جدا جدا جدا، عشان حاطين 3 بارامترز. عشان نسكيب الحوار ده كله هشرح لكم بتكلم عليه. ماشي، اول حاجه هتبص على كل الريسبونسز هتلاقيهم كلهم بلا استثناء شبه بعض. شوف الحاجه 200 200 200 200 200 300 400 3406 3406. هل في اي حاجه فيهم يعني مختلفه؟ لا، كلهم شبه بعض. فانت اكيد حتى لو طلع لك الصح مش هتقعد تبص على ال5 مليون ريسبونس لحد ما تطلع الصح، فاهم قصدي؟ فيبقى هنا في حاجه غلط، او في البروسيس بتاعنا في حاجه غلط، فانت هتوقف هنا. ممكن نعمل ايه بقى عشان نعمل حاجه ان جنرال ممكن تكون مختلفه في الريسبونس تانية؟ اقول لكم تاني الستارت اتاك ممكن نعمل ايه عشان يظهر لنا حاجه مختلفه مثلا، او ايه اللي ممكن يطلع مختلف في الحوار ده كله. عايز هبدا عشان هشرح حته صغيره كده بعدها ونفنش عن كده ان شاء الله. ايه من كل اللي طلع لكم دول حاجه مختلفه فيهم؟ عامة أنا متأكد إن حتى لو الريسبونس هبد يعني ريسيفد او الريسبونس بالظبط. اه الريسبونس ريسيفد بس، او ريسبونس تايم، المده اللي السيرفر بيرد فيها عليك. فاهمين قصدي؟ يعني هنا مثلا شاف كارلوس قعد شاف عمل فيريفيكيشن على كارلوس، تمام. بعدين عمل فيريفيكيشن على البريود التاني اللي هي 1 2 3 4 5 6، تمام. قعد في الريسبونس تايم ده كله قد ايه بقى؟ 4577. ماشي، دي الحاجه اللي ممكن تكون مختلفه في كل البيلودز دهيت. فانت ازاي تزود الريسبونس تايم بتاع السيرفر؟ ازاي تزود مده الرد بتاعت السيرفر؟ دي معلومه نجرب نكبر الباسورد مثلا توصلها لوحدك هو عايش. فاحنا هنعمل هنا للباسورد كلير، ماشي. مثلا نكتب ياسر ونعمل لها كوبي، ياسر 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 ياسر، نكتب ياسر كتير جدا، ماشي. بعدها نجرب نستارت التك تاني. ما تخليهم على الريبيتر بقى عشان بدل ما يقعد ماشي مش هتفرق كده. لا احنا مش محتاجين نعرف مشكله. اليوزر. اوكي احنا عايزين نعرف ستارت التك، نشوف. انت نستنى. مفعل كلاستر بون؟ سوري، انت صح، كويس اني خدت بالك. ماشي. ايوه، طب ما احنا احنا هنحتاج كلاستر هنا عشان احنا نوقف الاكس فورورد 4 برضه. بس احنا كده هنتست على لا اليوزر الاول بعد وهنثبت الباسورد وبعد كده بالظبط ايوه صح كده فاهمين، انت خدت بالك. معلش، احنا كده عايزينها بيتش فورك اتاك. ليه ما استخدمناش كلاستر بومب؟ عشان انت مش هتقعد تجرب 1 مع 2 مع 3 مع 4 مع 5. يعني انت لو جربت واحد اصلا، يعني جربت الاي بي بتاع واحد دهوت مع ياسر، ماشي كده تمام، السيرفر قال لك مش مشكله. بعدها جربت الاي بي بتاع واحد برده مع ياسر تاني، يقول لك لا انت كده بتعمل ريت ليميت، يقول لك لا اقف لحد هنا كده في ريت ليميت. فانت لازم تعمل بيتش فورك اتاك عشان كل مره يغير الاثنين. يجرب واحد مع ياسر، بعدها يجرب اثنين مع ياسر، بعدها يجرب ثلاثه مع ياسر. فاهم قصدي؟ لازم يقعد يغير في الاي بي كل مره. لكن احنا هنا مش هنعرف نبدا من الواحد برضه، عشان اوريدي السيرفر عنده لقط ان احنا بعتنا ريكوستات من واحد كتير. فاحنا هنبدا مثلا من 501، ماشي، بعدها الى 1000 مثلا. اوكي، حد مش فاهم الحته دي يقول بسرعه لحد ما يوصلهاش. باشمهندس، حاسس ان اللاب ده الصراحه الناس هتبقى فاصله فيه، فتيجي نعمله من المره الجايه احسن عشان الناس اعتقد
خلاص جابت زيت، احنا قلنا معلومات كتير قوي الصراحة. براحتكم. اللي عايزنا نكمل هو خلاص يعني دي آخر تكة. لو عايزين نوقف هنا دي آخر يعني تكة، لو عايزين نكمل. بس انا حاسس بيك والله يا جماعة، اصل انا كانت الناس برضو في السيشنات شوف انتوا بتضغط عايزين علينا ضغطة اختار. وحشة قوي فانا حاسس بيك خلاص، عارف ان انتوا جبتوا زيت، انا نفسي اصلا صدعت. خلاص خلينا يا باشمهندس نقف لحد هنا، يعني خلي المعلومات دي كده كفاية كده.